وبركاته. اسعد الله اوقاتي واوقات الجميع منكم بكل خير. عبد الصمد يحييكم من داخل ملعب واستاد الجماليه الرياضي، حيث ننقل لكم الوصف التفصيلي والتعليق على المباراه كره القدم. تشكيلنا بس هننقل لكم مباراة كرة القدم في دور القسم الرابع بين فريقين الجمالية وفريق النصر. طبعا الجمالية بيحتل المركز السادس في ترتيب الجدول، وايضا النصر بيحتل المركز الثالث. هنقول تشكيل الفرقتين. في حراسة مرمى فريق الجمالية صاحب الارض والدار هشام احمد الشربيني، وهشام الشربيني امامه جمال عبد الدايم واللاعب احمد الباز واحمد ابراهيم وعبد حسين واحمد يوسف وجمال محسن عبد الدايم ومحمد ابراهيم ومحمود سمير وكريم يوسف ومحمد الجريح ابو ياسين واللاعب محمد المهدي. هنقول تشكيل الفرقه الثانيه. في حراسه المرمى باسم عبد المولى، قدامه باسم وحيد وعلي محمد علي وهلال السيد واحمد احمد وعادل الدين حمدي ومحمد ايمن واحمد محمد وعبد الرحمن رضا ومحمود معوض واحمد سليمان. يعني من داخل، لو انت قاعد عندي هنا بقى لسه والله الفرقتين شايفين الفرقتين داخل ارض الملعب بيستعدوا. ايضا يعني الحكام، طاقم الحكام النهارده طبعا الكابتن محمد السعداوي حكم ساحه، طبعا معاه الكابتن تامر مجدي مساعد اول، وايضا عز الدين جمال مساعد ثاني في هذا اللقاء. من داخل الوحده 11 واستديو العائلات والمخرج مهندس علي رشوان بننقل لكم احداث هذا اللقاء. لسه الفريقين بيستعدوا خارج ارض الملعب. شايفين يعني اقبال جماهيري لحد الان لسه ضعيف. يعني مدرجات ملعب الجماليه بتسيع حوالي 200,000 متفرج، لكن شايفين لسه لحد الان 50,000 متفرج بس، لكن لسه الناس جايه في السكه. يعني شايفين الجمهور، شايفين الالتراس النهارده بتاع الجماليه، شايفين الكابتن ادم لبن كبير المشجعين النهارده والكابتن علاء سالم كل نجوم. طبعا الكابتن علاء سالم كان لاعب سابق في هذا الفريق، لكن لسه الفريقين شايفين الجماليه بالزي الازرق او بالزي السماوي، لكن فريق النصر بالزي الاسود في الاحمر. لكن لسه لحد الان لسه والله الفرقتين. بعض الصور التذكاريه معانا الكابتن علاء سالم، وايضا شايفين الجماهير من داخل المدرجات. شايفين والله ملعب الجماليه النهارده شكله حلو قوي. لسه طلع كل الناس اللي تحت اللي فوق يا كابتن عادل، طلع الناس دي. شايفين والله الفرقتين بيسلموا على بعض، شكلهم حلو داخل ارض الملعب. نتمنى نشوف مباراة رائعة ما بين الفرقتين في هذا اللقاء. نتمنى فوز طبعا الجمالية النهاردة، نتمنى فوز الجمالية النهاردة في هذا اللقاء علشان يكون رصيده 8 نقاط في ترتيب الدوري. لكن لسه الحكام ايضا يعني صور تذكارية كده. كل هذا طبعا هنشوفه داخل موقع نادي الجماليه الرياضي او داخل او على الجروب الرسمي لنادي الجماليه. شايفين والله تحيات الجماهير لفريق الجماليه داخل ارض الملعب، وشايفين فريق النصر. يعني كده الروح من الفريقين. قلت لحضراتكم فريق الجماليه لعب 4 مباريات، 3 مباريات خارج الارض، لكن ومباراه واحده داخل الملعب. شايف الحكام طبعا حكم الرايه رايح يشوف طبعا المرمى، وايضا الحامل حامل الرايه الاخر او الحكم الاخر. لازم طبعا الحاجات دي قبل بدايه اللقاء. شايفين معانا يكون الحكم الكبير كابتن محمد السعداوي حكم ساحه، وايضا شايفين
شايفين النهارده يعني كده المدير الفني لفريق الجمالات كابتن خواجه ايضا مع المدرب العام الكابتن عصام شلبي، وايضا الكابتن مجدي المجدي، وايضا معاهم طبعا اخصائي العلاج الطبيعي الكابتن محمد صادق. شايفين كاتبه الجماليه قاعدين هناك طبعا على دكه البدلاء، لكن شايفين النهارده في التشكيل رفيق طبعا بادئ النهارده في التشكيل، وايضا اللاعب عبد حسين بادئ طبعا بيغيب عن التشكيل الاساسي اللاعب شريف مجدي. وشايفين المهدي النهارده بيلعب راس حربه صريح او فروت صريح النهارده جنب اللاعب عبد حسين. بيلعب النهارده الجماليه ب4-2 ب4-4-2 النهارده تشكيل الجماليه، لكن الفريق الاخر بيلعب بطريقه 5-3-2 او 5-4-1. لكن شايفين لحد الان هنبدا اللقاء. لو انت قاعد عندنا بقى في المقصوره والرصاص تلاقي فريق النصر على ايدك اليمين بالزي الاسمر او بالزي الاسود، وفريق الجماليه. نظبط ساعتنا بقى مع حكم اللقاء الحكم الدولي الكبير الكابتن محمد السعداوي. لكن بدا اللقاء هنا بقى الزهره يلعبها لكن مخطوفه توصل عند اللاعب الرقم 9 في فريق النصر، لكن المخطوفه توصل عند اللاعب جمال عبد الدايم. جمال عبد الدايم اخر واحد في الملعب يلعب الكره الطوليه الاماميه في العمق في اتجاه المهدي اللاعب السريع. بيعتمد فريق الجماليه على هذه اللعبه يا جماعه، الكره الطوليه الاماميه في اتجاه اللاعب المهدي، لاعب سريع، لاعب بيراوغ، لاعب بيعرف يعدي، لاعب بيعرف يروح. لكن هنا بقى تماس، اول تماس في احداث هذا اللقاء لصالح فريق النصر من ناحيه اليمين. هيلعبها والله الباك اليمين هلال السيد او هلال السيد هلال. مره ثانيه رمي التماس لفريق النصر من ناحيه اليمين على طول على الخط، لكن معديه توصل عند جمال عبد الدام، اي حاجه يطلع في وسط الملعب عند كيفه الكفاف عدى لكن اتخطفت، خدها كده والله اللاعب طبعا اللاعب الخبره يحطها لكن مخطوفه. دفاعات الجماليه النهارده جمال عبد الدايم، وايضا بيلعب جنبه الباز ومحمد ابراهيم، وفي الشمال اللاعب رفيق. النهارده بيجيب اسامه الصدى عن التشكيل الاساسي لفريق الجماليه مره ثانيه، لكن تماس تخبط في اللاعب محمد ابو ياسين وتطلع خارج الملعب. تماس من ناحيه اليمين، تماس من على طول عند اللاعب رقم 9 في فريق النصر، لكن تعدي جمال عبد الدايم لحد الان بمبدا السلامه. يا سلام يا ابني والله حلوه جمال عبد الدايم بمبدا السلامه كده بدون فزلكه يطلع خارج الملعب ضربه ركنيه، واول ضربه ركنيه في اللقاء لفريق النصر من ناحيه اليمين. هيلعبها هلال السيد الباك اليمين، ضربه ركنيه هيلعبها بالقدم اليمنى عشان تعمل الموصل بره وعرضها، لكن طالع الباس من اعلى نقطه. يا سلام مره ثانيه الخطوره موجوده، لكن يطلع كريم يوسف او كريم البنص، لكن توصل عند الحارس حارس فريق النصر باسم عبد المولى، ايده رجل عاليه، لكن كريم البنص وهجمه مرتده يحطها السلام عند مين؟ عند الباز وعرضيه يحطها راجل، لكن مره ثانيه هجمه خطيره، هجمه خطيره والله الفريق الجماليه، لكن يطلع دفاعات فريق النصر، يطلع لاعب علي محمد لكن مره ثانيه ناحيه اليمين عايز يعدي اللاعب محمد رامي عدى لكن مخطوفه، خدها كده والله كابتن فريق النصر يلعبها على طول عايز يعمل هجمه المرتده سريعه، لكن والله رجع كريم يوسف ومغطي. يا سلام لم كده وخد وراح واحده ناحيه اليمين عند محمد ابراهيم، لكن تماس مره اخرى من ناحيه اليمين لفريق الجماليه. فريق الجماليه طبعا بقول لحضراتكم يمتلك من الرصيد 5 نقاط، عايزين والله النهارده يفوز بهذا اللقاء علشان يرتفع رصيده الى 8 نقاط. كريم يوسف كريم لسه والله كده في مرحله جص النبض، لسه الفريقين، لكن مره ثانيه هنا بقى حكم اللقاء ضربه حره على حدود وسط الملعب داخل دايره المنتصف، وضربه حره. شايف والله واقع اللاعب رقم 9 في فريق النصر، لكن الحمد لله سليمه، سلامات لكل اللاعبين. ضربه حره على حدود وسط الملعب هيلعبها المدافع باسم وحيد. باسم طوليه اماميه في العمق، لكن طلع الباس من اعلى نقطه ويطلع الكره الى خارج الملعب. تماس من جنب رايت الكورنر، تماس لفريق النصر. لسه فريق الجماليه والله هجمه خطيره في بدايه اللقاء، طبعا لو كان استغلها صح كانت هتريحهم كده، لكن مره ثانيه ناحيه الشمال ضغط من محمد ابراهيم ياخدها فاول، لكن حكم اللقاء بيقول ضربه حره لمين؟ لفريق النصر من ناحيه الشمال. هيلعبها والله اللاعب الرقم 7 احمد سعيد هيلعبها من ناحيه الشمال، وحائط بشري
من 2 لاعبين لفريق الجماليه بيظبط والله كده حكم اللقاء الحائط الباشا او ال10 ياردات داخل الملعب. احمد سعيد هيلعبها بالقدم اليمنى حطها، لكن يا جمال يطلع على حدود منطقه الجزاء او على حدود قوس منطقه الجزاء، لكن مره ثانيه هنا ابو ياسين يلعبها في مكان خطير، يطلع جمال عبد الدايم توصل مره ثانيه يعلي، لكن هنا بقى حكم رامش رافع، لكن والله خطيره والله قدر يروح يضرب الاوفسايد والله اللاعب ركع سنه احمد سعيد، لكن هنا بقى محمد رامي يلعبها لمسه واحده، يعني كده شكلهم فريق عنده امكانيات. هنا بقى احمد سعيد يلعبها لكن ياخدها رفيع عدى والله مره عليه وتصويب خطيره، اول هجمه في اللقاء، اول هجمه خطيره في اللقاء، لكن والله بيصدها حارس مرمى الجماليه هشام الشربيني، لكن ايه ده فريق النصر نازل بيهاجم من اول ده في اللقاء عكس المتوقع تماما. قلنا يلعب بفرقه صريح لكن بيزيد معاه 2 لاعبين من وسط الملعب، لكن شايف الحكم اللقاء كابتن محمد السعداوي من وسط الملعب، لكن شايف الحكم اللقاء كابتن محمد السعداوي بيتكلم مع المدير الفني كابتن الخواجه. طبعا يعني الكره اللي فاتت في كلام او في شك ان هي اوفسايد، لكن هنا كانت هجمه خطيره، لكن والله هشام الشربيني او هشام الدولي ينقذ هدف اكيد وفرصه اكيده يحافظ على شباكه او على شباك الجماليه نصفها لحد الان. شفنا هجمه هنا وهجمه هنا، المباراه اعتقد هتبقى مفتوحه من اول دقيقه في اللقاء، لكن لسه حكم اللقاء بيتكلم مع الجهاز الفني الفريق الجماليه هناك خالص. طبعا حكم اللقاء كابتن محمد السعداوي بيتكلم. طبعا هنشوف الهجمه اللي فاتت او الكره اللي طلعها هشام الشربيني في الاعاده طبعا مع مخرجنا الكبير المهندس علي رشوان وحده فيديو العائلات، لكن تماس يطلع. شايف فريق النصر بيهاجم من اول ده في اللقاء، لكن هنا بقى يطلع جمال عبد الدايم طوليه اماميه في اتجاه عبد حسين ولا مين اي حاجه عند اللاعب احمد هلال يلعبها في وسط الملعب، لكن مخطوفه مره ثانيه ابو ياسين وضربه حره ولا ايه، لكن حكم اللقاء بيقول رمي التماس من ناحيه اليمين للفريق المصري. رمي التماس والتعادل السلبي بدون اهداف لحد الان. شفنا هجمتين، هجمه هنا وهجمه هنا، لكن يعني تألق حارس المرمى هشام الشربيني حارس مرمى الجماليه في الكره اللي فاتت وانقذ هدف اكيد، لكن هنا بقى دفعه كده وضربه حره لفريق الجماليه، ضربه حره لفريق الجماليه على حدود وسط الملعب. هيلعبها جمال عبد الدايم وداخل، يعني شايفين عبد حسين والمهدي وايضا اللاعب الزهره بيلعبوا النهارده يعني براس حربه. صراحه قلت لحضراتكم بيغيب براس الحربه الاساسي شريف مجدي عن هذا اللقاء، لكن يطلع دفاعات النصر توصل عند اللاعب رقم 9 محمد ايمن يلعبها عند اللاعب رقم 16، لكن يقع ويعدي وياخد ضربه حره. وقع كده والله هذا اللاعب وخد ضربه حره وسط 3 لاعبين من فريق الجماليه وخد ضربه حره. اللاعب بيرتدي القميص رقم 16 في هذا اللقاء، لكن مره ثانيه ضربه حره لسه والله فريق النصر هيلعب الضربه الحره. اللاعب باسم وحيد يلعبها طوليه اماميه في العمق، لكن كريم تعدي وخدها اللاعب رقم 15 في فريق النصر عادل الدين او عماد الدين، لكن خارج الملعب ضربة مرمى الفريق الجمالية. لسه طبعا هنا الجماهير على اعصابها تماما، جماهير فريق الجمالية على اعصابها على نفسهم والله فريق الجمالية يكون يصعد هذا الموسم الى دوري الدرجة الثالثة بياسين، لكن تعدي مرة ثانية. لسه لحد الان يعني فريق الجمالية لسه لحد الان ما شفناش حاجة خلال او باستثناء الهجمة اللي فاتت، لكن ضربة حرة. شايفين الكابتن خواجه المدير الفني الفريق الجمالية واقف على الخط تماما من اول ثانية في اللقاء. الباز هيلعب طوليه اماميه، ابو ياسين يلمس يعلي، هنا بقى طالع مين؟ طالع رافيل، لكن دفعه كده والله ده كان اللاعب الكفافي طوليه اماميه في العمق عايز يضرب كده الاوفسايد عبد حسين ويروح، لكن مره ثانيه هنا بقى بيلعبوا على الهجمه المرتده السريعه فريق النصر بيعملوها كويس والله فريق النصر، لكن هشام الشربيني طالع. هشام هيلعب يده رجل عاليه تعدي وسط الملعب، لكن كابتن الفريق يطلع توصل عند محمد ابراهيم يسيبها وياخد تماس. ضربة تماس او رمي التماس رمي التماس محمد ابراهيم يلعبها الباك اليمين، لكن يطلع ايضا الباك الشمال وتماس مرة اخرى محمد ابراهيم لفريق الجمالية من ناحية اليمين هيلعبها محمد ابراهيم عند كريم، لكن يعلي توصل عند مين، لكن مخطوفة يعلي مرة اخرى اللاعب
لاعب فريق النصر توصل عند ابو ياسين الكفاف يحطها. يا سلام، يلا يا راجل، هجمه خطيره، هجمه خطيره ولا ايه؟ لكن لا 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 لا، هنا بقى حكم اللقاء او حكم الرايه رفع اوفسايد. لكن والله ده كان ايه، هنشوفها في الاعاده مره اخرى مع مخرجنا الكبير المهندس علي رشوان. يعني اعتقد مش فيها اي حاجه الكره اللي فاتت دي، والله ما فيش فيها اوفسايد ولا فيها اي حاجه. طبعا شايفين ضربه حره لكن هجمه خطيره. بقول لحضراتكم اللاعب الكفافي ده يا جماعه لاعب عنده 18 سنه، لكن لاعب كره حقيقي. هذا اللاعب حريف لكن تخبط. عبده حسين توصل عند الحارس ويطلع مره ثانيه، توصل عند الكفافي بدا كده فريق الجماليه طبعا الكفافي يلعبها طريقه اماميه لكن تعدي حط راجل مره ثانيه. والله لو كانت عدت ايه ده، عدت من المدافع الاول، لكن والله لقيت المدافع الثاني يطلع خارج المرمى خارج الملعب. ضربه ركنيه من ناحيه اليمين لفريق الجماليه. هيلعبها من محمد المهدي اللاعب الكثير المكير، اللاعب الزئبقي في فريق الجماليه لسه لحد الان. محمد المهدي على القائم القريب لكن معديه مره ثانيه. يطلع دفاعات فريق النصر عند اللاعب رقم 9 المهاجم او الفريق الوحيد بيلعبوا بالسترايكر الوحيد النهارده، يحطها على طول. لكن محمد ابراهيم يا سلام بحته كده من اللي بتعجب الجماهير. لكن هنا بقى الخواجه بره على اعصابه بيقول له يا محمد يا ابراهيم اعمل هجمه سريعه. لكن هنا الباز يرجع للخلف عند جمال بيحضروا من الخلف فريق الجماليه. لكن مره ثانيه في وسط الملعب توصل عند اللاعب يحطها على طول عند اللاعب الرقم 7 احمد سعيد بيلمه بيعدي عدى يا راجل. لكن هنا بقى حكم اللقاء بيقول لمسه يد في مكان خطير لفريق النصر على حدود منطقه الجزاء، على حدود ال 18 على حدود 18 يارده او 20 يارده من مرمى هشام الشربيني حارس مرمى الجماليه. شايفين على التنفيذ اللاعب بالرقم 14 عبد الرحمن رضا، وايضا مع اللاعب احمد سعيد بيرتدي القميص رقم 7 احمد سعيد وعبد الرحمن رضا. يا ترى هنشوف جمله متفق عليها من لاعب النصر ولا ايه؟ حائط بشري والله لسه لحد الان حكم اللقاء بيظبط طبعا الحائط البشري. هنا بقى عبد الرحمن او احمد سعيد يا سلام ده العارضه مره ثانيه الخطوره موجوده. انا بقى الاوفسايد ولا ايه؟ الاوفسايد ضربه جزاء على فريق الجماليه ولا ايه؟ ضربه جزاء على فريق الجماليه، لكن حطها كويس والله اللاعب احمد سعيد حطها في العارضه بتنقذ هدف اكيد من فريق النصر والله يعني هشام الشربيني. وضربه جزاء على فريق الجماليه بلانتي وضربه جزاء. لسه والله في كلام بيتكلم كده يعني حكم اللقاء اعتقد في كارت اصفر ولا ايه؟ حكم اللقاء ما شفناش رفع كارت اصفر لكن مش عارفين والله بيسجل ايه اعتقد. يعني هنا بقى ضربة جزاء داخل اللاعب رقم 7 اعتقد هو اللاعب الخطير لحد الان، هو اللاعب الخطير اللي بيلعب هاف شمال او ناحية الشمال هذا اللاعب احمد سعيد. ضربة جزاء داخل احمد سعيد مع هشام الشربيني طبعا بيمتاز طبعا في ضربات الجزاء. هشام وشايفين تشجيع الجماهير واحمد سعيد. يا سلام يا هشام، لسه بقول لحضراتكم بيمتاز هشام الشربيني في صد ضربات الجزاء. لكن والله ايه ما كدبش خبر. وشايفين والله تشجيع الجماهير بتشجع طبعا الحارس الكبير. لكن شايفين فريق الجماليه مضغوط تماما. ومره ثانيه ضربه ركنيه من ناحيه الشمال. طبعا لسه لحد الان يعني الكابتن محمد السعداوي حكم اللقاء حسب ضربة جزاء في هذا اللقاء على فريق الجمالية. لكن ركنية يلعبها على طول لكن طالع جمال عبد الدايم مرة ثانية يعلي. لكن هنا هشام ضربة حرة غير مباشرة. لكن هنا شايفين تشجيع الجماهير ايه؟ الجماهير بتشجع فريق الجماليه طبعا وبتشجع حارس المرمى هشام الشربيني، حارس مرمى كبير، حارس مرمى دولي. لكن جمال عبد الدايم هيلعب الكره الطوليه الاماميه في اتجاه عبد حسين والمهدي. عبد حسين لو يلمس مره ثانيه هنا بقى بياسين يحطها لكن مش معديه، عايز يحط سرو كده او بينيه في اتجاه اللاعب المهدي. بيعتمدوا بقول لحضراتكم على الكره يا جماعه. الكفافي يعلي هنا بقى كريم لكن دفعه كده من كريم وضربه حره تتلعب على طول. لكن محمد ابراهيم لكن الباز عدت والله هنا الباز. يا سلام والله الباز عجبنا قوي الباز في دفاعات فريق الجماليه. لاعب فدائي طبعا لاعب كبير الباز. لكن هنا التماس لفريق النصر من ناحيه الشمال هيلعبها احمد سعد لكن يطلع بقى الباز ودفع حكم اللقاء بيقول ضربه حره. دفعه واضحه جدا
جدا، وضربه حره، ضربه حره لفريق الجماليه. لكن في كلام مع من جمال عبد الدايم وهشام الشربيني لاعب الجماليه مع حكم اللقاء محمد السعداوي. شايفين اعصاب مشدوده، شايفين توتر من لاعب الجماليه، شايفين استعجال في الاداء، عايزين والله. شفنا هجمه خطيره لفريق الجماليه في بدايه الشوط الاول. جمال عبد الدايم في مصر طبعا عن طريق اللاعب رقم 15 اللاعب عماد الدين حمدي يحرز الهدف الاول لفريق النصر في الدقيقه ال 30 او ال 29. لكن مره ثانيه هنا الزهره يلعبها عند عبده حسين مره ثانيه، عايز يعدي داخل منطقه الجزاء. عبده حسين الاسترايكر الوحيد، وجالها راجل كريم يوسف. كريم بيعدي وبيصوب كويس والله، كريم يعدي من ناحيه اليمين لكن يطلعها المدافع خارج الملعب. ضربه ركنيه، هدف مبكر لفريق النصر هيريحهم تماما خارج الارض، خارج ملعبهم. هدف اول لفريق النصر، لكن ضربه ركنيه. شايفين رفيق. الخطه النهارده اللي بيلعب بها الكابتن الخواجه مختلفه تماما عن المباراه اللي كانت امام معصره بالامس اللي فزنا فيها ب2 مقابل لا شيء. ويطلع المدافع خارج الملعب. تماس مره اخرى، تماس لفريق الجماليه من ناحيه اليمين. هيلعبها رفيق عند محمد ابراهيم، يعمل عرضيه محمد ابراهيم لكن معديه. لا والله هنا بقى المدافع كريم يوسف مره ثانيه توصل عند ابو ياسين. شايف توتر وشايف استعجال وهجمه خطيره. اللاعب رقم 9 واقف على كورته مستني المسانده، لكن رفيق والله رجع وغطى وخدها. النهارده فريق الجماليه بيلعب بدون باك شمال حقيقي. رفيق بيلعب باك شمال النهارده، لكن الحته دي مش بتاعته طبعا. لكن شايفين المهدي لسه لحد الان المهدي ما بانش مع الفريق بخلاف المباراه الماضيه. اللاعب كان المهدي لاعب اساسي في الفريق وبيعتمد عليه المدير الفني الكابتن خواجه بشكل كبير. لكن شايفين ضربه حره كريم يوسف وكارت اصفر للاعب رقم 20 في فريق النصر، اللاعب باسم وحيد. كارت اصفر او بطاقه صفراء في هذا اللقاء لحد الان، او اولى البطاقات الصفراء في هذا اللقاء. لكن شايف الجهازين الفنيين والله يعني فيهم مشاجرات. لكن حكم اللقاء هنا بقى كريم يلعبها عند عبده حسين، لكن المدافع من اعلى نقطه. عبده مره ثانيه يعلي توصل عند رفيق بيصوب من خارج منطقه الجزاء كويس والله هذا اللاعب. لكن دربكه عاملين زحمه وقافلينها حلو والله مدافعي فريق النصر لحد الان في هذا اللقاء. يعني تقدم فريق النصر بهدف هيخليهم والله يريحهم كتير في هذا اللقاء. يعني قلت لحضراتكم في الدقيقه حوالي 28 من احداث الشوط الاول، لكن يطلع اللاعب المدافع او الباك اليمين رقم 13 اللاعب محمود معوض خارج الملعب. تماس هيلعبها رفيق. تماس من ناحيه الشمال لفريق الجماليه. رفيق المتاخر بهدف لحد الان يلعبها داخل منطقه الجزاء، لكن تعدي يطلع المدافعين مره ثانيه. يلعبها على طول هجمه المرتده عند اللاعب الرقم 9 مره ثانيه. هيلعبها مسك اللقاء هو الافضل. ناحيه الشمال وهجمه خطيره. المهدي لعب الكره الطوليه العرضيه في اتجاه الزهره، بيلمس اي حاجه كده او سهله كده في متناول حارس مرمى فريق النصر. يمسك كورته والله باسم عبد المولى حارس المرمى. يلعبها ناحيه الشمال مره ثانيه طوليه، لكن هنا بقى الباز ومحمد ابراهيم لفت ودخلت الملعب. لعبها الباز عند محمد ابراهيم اسرع شويه فريق الجماليه. الكفافي يلعبها على طول عند الزهره السلام حطه في المكان الفاضي الزهره، لكن من امامه الباك الشمال يطلع مره ثانيه بقى ياخدها الباك الشمال. ورمي التماس لفريق الجماليه من ناحيه اليمين.
فريق الجماليه ضاغط وماسك اللقاء، لكن فريق النصر بيلعب على هجمه المرتده كويس او عرضيه، لكن ضربه ركنيه. ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، وتقدم فريق النصر بهدف مقابل لا شيء، واهدروا ضربه جزاء. ضيعوا ضربه جزاء لحد الان في احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. رفيع يلعب الضربه الركنيه بالقدم اليمنى علشان تلعب، لكن على القائم القريب، لكن مره ثانيه على القائم الاول، لكن هنا بقى حكم اللقاء بيقول ضربه ركنيه مره اخرى. ضربه ركنيه والله كان لعبها محمد ورام مش رفيع، لكن جاي المره دي بقى رفيع. رفيع يلعب الضربه الركنيه من ناحيه اليمين. شايفين الجماهير واقفه على اعصابها داخل مدرجات الجماليه او داخل مدرجات استاد الجماليه. حتى راجل هجمه خطيره، هجمه خطيره والله. مين ده؟ الباز والله بنفس الطريقه اللي اقدر بيها في مباراه بريمبال المباراه اللي فاتت، اللي طلعت بالتعادل السلبي بدون اهداف. والله نفس الكره كلاكيت تاني مره للباز بيضيع اول اهداف النهارده فريق الجماليه وهدف التعادل. لكن ضربه مرمى يلعبها اللاعب على حمد الطويل عالية، لكن الرفيع طلع خارج الملعب تماس من ناحية اليمين. انتشار رائع النهارده لفريق النصر في هذا اللقاء. لكن الجمالية طبعا بيلعب بتشكيلة طبعا غير المباراة اللي بقول لحضراتكم اللي فازوا فيها على هذا الملعب امام معصرة بالأس. لكن جمال عبد الدائم عند المهدي عند رفيع، يعلي رفيع اي حاجه في اتجاه عبد حسين ناحيه الشمال، هيلم كره عبد واقف على كره مستني المساند. المهدي هجمه خطيره اللاعب بالمهدي، لكن اتخطفت والله كده قراها. وهنا بقى عايزين يضربوا الاوفسايد اللاعب رقم 9، لكن كان رافع والله حامل الرايه، لكن وصلت عند حارس المرمى خلاص. عطى الادفانتج او مشاه حكم اللقاء. عبد حسين لو يلمس مره ثانيه، لكن في دفعه كده في ظهر عبد حسين. الفرود الصريح النهارده فريق الجماليه بيلعب بفرود صريح وهو اللاعب عبد حسين، وتحته الزهره والمهدي وكريم البنص ايضا. يعني 3 لاعبين عايزين كده والله يلعبوا. فريق الجماليه عايزين يعملوا زياده عدديه من تحت. لكن هنا بقى كريم على تنفيذ الضربه الحره على حدود 22 ياردة من الحارس باسم عبد المولى، لكن شافه ابو ياسين يا ترى هتتلعب من مره واحده في المرمى ولا ايه؟ ابو ياسين على تنفيذ الضربه الحره وحطها، لكن بعيده تماما عن ال3 خشبات. ضربه مرمى لفريق النصر المتقدم بهدف مقابل لا شيء. لسه والله شايفين الجماهير، يعني شفنا هشام الشربيني صد ضربه جزاء، وايضا اهتزت شباكه بهدف واحد. فريق النصر مقابل لا شيء. طلع الباز من اعلى نقطه يعلي عبد حسين اللاعب والله الخبره اللي معاه في وسط الملعب، لاعب كبير في السن لكن عنده خبره كبيره قافل وسط الملعب تمام. رمي التماس من ناحيه الشمال لفريق النصر، هيلعبها اللاعب عماد الدين حمدي، يلعبها على طول لكن ياخدها احمد سعيد يرجع للخلف عند مين؟ لكن والله نقلتين 3 وهي ده الراجل هربان من الرقابه وجاي وبيستلم والعرضيه، لكن في اوفسايد. ضربه حره غير مباشره على فريق النصر. هيلعبها هشام الشربيني الحارس الدولي الكبير، ولا ايه؟ سابها لمين؟ للباز ولا جمال عبد الدايم؟ جمال عبد الدايم هيلعب الضربه الحره الغير مباشره. جمال عبد الدايم لكن شايف الخواجه بيتكلم مع لاعيبته، مدير الفني الفريق الجماليه الكابتن خواجه. لكن هنا بقى عبد الدايم يلعبها عند الزهره طالع يحطها للي جاي من الخلف، لكن مره ثانيه تعدل ولا ايه؟ لكن توصل عند اللاعب ابو ياسين عند كريم يوسف او كريم البنص يلعبها عند الكفافي يا سلام، لكن ولا عدل. خدمتك يا راجل، حط يا راجل. لكن مره ثانيه والله الزهره في الكره اللي فاتت. شايفين والله الجماهير، شايفين اهات الجماهير. لكن مره ثانيه هنا الباز يلعبها ناحيه الشمال عند رفيع يلعبها عند المهدي خطير على الراجل. العرضيه لكن يطلع والله عرضيه خطيره عند اللاعب المهدي. والله هو الكره يعدي فيها اللاعب محمد المهدي، اللاعب الزئبقي، اللاعب القصير المكير محمد المهدي في فريق الجماليه، لكن عمل عرضيه لكن مش معديه. يطلع المدافع عرضيه مره ثانيه لكن سهله في ايد حارس المرمى، ينام بقى براحته خلاص. حارس المرمى متقدم بهدف، لكن وايضا لاعب اخر من فريق النصر بينام داخل الملعب. هنا بقى يطلع الحارس خارج الملعب تماس علشان زميله واقع
داخل ارض الملعب. قال لك بقى فريق الجماليه بقى له دقيقتين 3 او 5 دقايق ضاغطين وهاجمين ممكن يحرزوا هدف. قال لك ننام بقى ونهدي اللقاء، نهدي اللعب شويه. شايفين اخصائي العلاج الطبيعي لفريق النصر نازل، وشاف بقى هنا الكابتن خوجه بيندى على كريم يوسف وعلى اللاعب محمد ياسين، اعتقد بيقول لهم عايزين تصويبات من خارج منطقه الجزاء. وفعلا بالتاكيد يعني الاثنين، اللاعب كريم يوسف اللي بيلعب ديفندر جنبه ابو ياسين، وامامه وقدامهم اللاعب الكفاف بلاي ميكر او صانع العاب، يعني بيطلب من الاثنين الديفندرات ان هم يشوطوا من خارج منطقه الجزاء. لكن قام سليم اقول لك انها واقع اللاعب احمد سعيد. احمد سعيد اللاعب يعني لحد الان هو اللي ظاهر في فريق النصر. هذا اللاعب طلع خارج الملعب يتلقى العلاج، وشايف رمي التماس من ناحيه الشمال المهدي، او رفيع يلعبها عند المهدي عايز يطلعها لكن تخبط مره ثانيه. هنا بقى الباز يطلع، هنا بقى محمد ابراهيم الباك اليمين عند الزهره، كنترول واستلام وحش من الزهره، يطلع خارج الملعب. شايفين الجماهير والله في مدرجات استاد الجماليه بتشجع لاعبتها. مره ثانيه احمد سعيد اللي لسه يعني نزل طبعا بعد تلقي العلاج خارج الملعب. لكن الباز بيعتمد على الكره الطوليه، لكن يطلع اللاعب احمد علي مره ثانيه. لكن هنا بقى حكم اللقاء بيقول يلعب كريم يوسف، يلعب اي حاجه توصل عند اللاعب رقم 14 في وسط الملعب. لكن الباز يطلع خارج الملعب، وواقع لاعب ايضا في فريق النصر. بدا لاعيبه النصر والله يقعوا كتير داخل الملعب. تقدم فريق النصر بهدف مقابل لا شيء، احرزه اللاعب رقم 15 عماد الدين حمدي، احرز الهدف الاول لفريق النصر. وايضا يعني اهدروا ركله الجزاء او ضرب الجزاء فريق النصر، صدها والله الحارس الكبير حارس مرمى الجماليه هشام الشربيني. لكن خلاص قام سليمه، سلامات لكل اللاعبين داخل الملعب. نتمنى السلامه لكل اللاعبين من الفريقين. لكن مره ثانيه الباز يلعب عند محمد ابراهيم مره ثانيه على ناحيه اليمين عند الكفاف، عدى بمر على الكفاف لكن حط جسمه والله في مكان رائع. والله اللاعب رقم 15 محرز. هنا بقى ابو ياسين لو خدها، ابو ياسين داخل كده والله وخاف على رجله يا جماعه. لكن مره ثانيه توصل ياخدها محمد ابراهيم وضرب الاوفسايد. لكن اوفسايد ولا ايه؟ رافع والله حامل الرايه المساعد الاول هناك رافع باوفسايد. لكن والله بيعملوها صح، بيعملوا الهجمه المرتده السريعه فريق النصر. لكن جمال عبد الدام الكره الطوليه الاماميه هنا بقى عند الزهره توصل عند كريم يوسف. كريم يوسف لاعب بني عبيد سابقا والجماليه. يا سلام تصويبه، يا سلام يا ابني والله تصويبه رائعه من كريم يوسف، تصويبه رائعه والله كده بوش القدم الخارجي غيرت اتجاه. لكن معاه حارس المرمى باسم عبد المولى يحول الكره الى ركنيه من ناحيه اليمين. يعني حوالي 4 ركنيات او 5 ركنيات لفريق الجماليه لحد الان والطهله. لكن مره ثانيه هنا محمد ابراهيم يعلي عند الباز ومره ثانيه لكن يمسكها حارس المرمى. والله هجمات خطيره وهجمات كثيره لفريق الجماليه لكن كلها ضائعه خارج شباك باسم عبد المولى. مره ثانيه باسم عبد المولى حارس فريق النصر ايده رجل عاليه في اتجاه اللاعب محمد ايمن او محمد عبد الرحيم. مره ثانيه هنا بقى رفيق، لكن في دفعه كده حكم اللقاء بيحتسب ضربه حره تتلعب على طول لكن مخطوفه. استعجال في اداء فريق الجماليه. مره ثانيه حطها عايزين يعملها كده والله من ورا الدفاعات لكن سابها. طلع هشام الشربيني وخد كورته. والله هشام حارس مرمى كبير، بقول لحضراتكم خبره كبيره. هشام الشربيني يعلي في اتجاه عبد حسين لكن طالع والله ما حدش يلمس. توصل مره ثانيه. بيلعبوا النهارده فريق النصر بقول لحضراتكم بيلعبوا بليبرو النهارده، يعني الطريقه القديمه طبعا ما يعني دلوقتي الاغلب ما عادش بيلعب بليبرو لكن خارج الملعب وعايز يامن. هنا بقى كريم يوسف بيدور على حد يلعب له، فاتح له في اليمين الكفافي مره ثانيه عند ابو ياسين عامل فنت خدها نقلتين 3. ابو ياسين هيلعب الكره العرضيه عاليه بالونيه لكن طالع عبد المولى يطلع خارج الملعب ضربه ركنيه والله يطلعها الحارس باسم عبد المولى من ناحيه الشمال تتلعب على طول. مره ثانيه العرضيه لكن عبد حسين لكن والله مره ثانيه كريم. يا سلام تصويبه والله رائع من كريم يوسف لكن تعدي
تعدي بجوار القائم لسه لحد انا قلت لحضراتكم الكابتن الخواجه في اول توقف للقاء ندى على كريم يوسف وعلى اللاعب محمد ابو ياسين، قال لهم ايه؟ قال لهم عايز اشوف تصويبات من خارج منطقه الجزاء، وبالفعل والله تصويبتين لحد قال لي كريم يوسف، لكن خارج البرواز او خارج الثلاث خشبات تعدي. هنا بقى المهدي عايز ياخدها لنفسه يروح بسرعته، لكن طلع الحارس وسابها مره، والله سابها له كده المدافع وطلع الحارس وخد. مره ثانيه ناحيه اليمين الجبهه اليمنى والله بتاع فريق النصر شغاله لحد الان، لكن مره ثانيه محمد ابراهيم عند الكفافي بيعدي الكفافي، لكن طولت منه ويطلع المدافع اي حاجه في اتجاه اللاعب رقم 9 في فريق النصر محمد ايمن. لكن مره ثانيه تتلعب على طول، لكن جمال عبد الدايم ناحيه الشمال عند المهدي بيلم كورته، لاعب سريع عدى بسرعته، لكن والله قفلها عليه والله، لكن رجع من الاوفسايد. اوفسايد والله، رافع الله ينزمان والله، وحامل الرايه المساعد الاول باحتساب ضربه حره غير مباشره او اوفسايد. لكن مره ثانيه جمال عبد الدايم وشايف هنا بقى المدير الفني او حكم اللقاء راح يتكلم مع المدير الفني، يعني مره المدير الفني لفريق الجماليه ومره المدير الفني لفريق النصر، لكن ما زال حكم اللقاء بيتكلم مع المدير الفني لفريق النصر. في كلام كده بقول لحضراتكم فريق النصر متصدر او في المركز الثالث، عفوا في المركز الثالث في ترتيب الدوري. هنا بقى كريم يوسف عدى بمره عاليه، كريم في وسط 2 لاعبين يحطها عند مين، لكن طويله والله، عايز يحطها في اتجاه محمد ابراهيم، لكن طويله تطلع خارج الملعب. تماس من ناحيه الشمال، رمي التماس لسه والله، رمي التماس من ناحيه الشمال لفريق النصر، هيلعبها اللاعب احمد حمدي، لكن اي حاجه توصل عند الباز يعلي طوليه اماميه كده، عايز يحطها في العمق، لكن كل الكور العاليه من نصيب مدافعي فريق النصر. هنا بقى كريم يوسف، لكن عرقله كده وضربه حره، والله يعني في مكان جميل. لكن هنشوف فريق الجماليه لو يستغل هذه الكور الثابته. هنا بقى كريم يوسف وجاي المهدي، الاثنين كريم يوسف ومحمد المهدي على التنفيذ. هنا بقى حكم اللقاء بيقول لهم على الصفار، لكن مره ثانيه المهدي وكريم يوسف سابها كريم ويلعبها المهدي. يا ترى يلعبها من مره واحده في المرمى ولا هيحطها داخل منطقه الجزاء؟ المهدي يلعبها على طول، لكن والله يمسكها الحارس، حلوه يا ابني، لكن والله رايح معاه باسم عبد المولى حارس مرمى النصر. باسم هيلعب ايده رجل عاليه، طلع الباز يطلع، لكن مره ثانيه المدافع هنا بقى عبد حسين، لكن يطلعه والله، المدافع كان قطع والله عبد حسين ورايح. بيلعب فروت صلاح النهارده عبد حسين، او بيلعب السترايكر وحيد، ومن تحته المهدي واللاعب الزهره. لكن انا شايف ان ممكن المدير الفني الخواجه يدفع بمهاجم اخر في احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. عرضيه لفريق الجماليه، لكن مره ثانيه الركنيه والله، لكن يعني ركنيات كثيره لفريق الجماليه في احداث هذا الشوط، لكن ضربه ركنيه مره اخرى هيلعبها رفيق يلعبها، لكن في كورتين في الملعب بيرجعها حكم اللقاء مره اخرى، وتقدم فريق النصر بهدف مقابل لا شيء. لحد الان في احداث هذا اللقاء عكس المتوقع تماما، يعني كل الجماهير بعد الاداء اللي شافته من فريق الجماليه في المباراه اللي فاتت على هذا الملعب امام معصره بلاس، قالت لك الجماليه يعني ممكن تصعد هذا الموسم. وطلع مره ثانيه الباز والله بيشارك في كل الكور العرضيه، لكن بدون اي خطوره حقيقيه. يمسكها الحارس باسم عبد المولى، ايده ورجل عاليه. باسم مره ثانيه، هنا بقى مين؟ الكفافي يعلي وانا علي، لكن مره ثانيه رفيق ياخدها توصل عند محمد ابراهيم، يوقف كورته عند ابو ياسين في وسط الملعب، ابو ياسين ناحيه الشمال عند رفيق عايز يعمل هجمه كده من ناحيه الشمال، وعرضيه في اتجاه من المهدي ولا من الزهره، توصل عند كريم عند الزهره هجمه خطيره، طلع الحارس، لكن والله طلع يا ابني، يا سلام يا ابني، والله الحارس طلع وانقذ هدف اول وهدف التعادل عن طريق اللاعب الزهره.
الزعرة والله انا حطها له رائع لحد الان. كريم يوسف لحد الان فريق الجمالية. كريم يوسف، كريم هيلعب العرضية، لعب على طول، عايز ضربة خلفية بالتجارة مرة تانية. هيبقى المهدي واخد خطير، حط يا راجل، ويلا يا راجل، يلا يا راجل، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا راجل؟ والله يعني هجمات خطيرة وهجمات كثيرة بتضيع من فريق الجمالية. وهنا قاعدة في كرة القدم بتقول من يضيع فعليه ان يستقبل، وبالفعل فريق الجمالية بيستقبل هدف اول وبتضيع ركلة جزاء في احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. لكن فريق الجمالية دي المشكلة اللي عنده، يعني مش عارفين والله هذه المشكلة، بيوصلوا وبيروحوا وبيضيعوا كتير، مش عارف والله، يعني حاجة غريبة في فريق الجمالية هي اضاعة الاهداف او اهدار الاهداف. فريق الجمالية والله الحتة ده عنده يعني ايه 100%، بيوصلوا والله حتى لو المرمى خالي بيضيعوا خارج الملعب. لكن باسم عبد المولى وقع، قال لك اضيع لك دقيقتين ولا حاجة. باسم عبد المولى حارس مرمى النصر وقع بيأدي اللقاء، لكن قام سليم الحمد لله، اللاعب الوحيد اللي طبعا اللي يحق له ان هو يتعالج داخل ارض الملعب. كرة عالية لكن رفيق توصل عند كريم، كريم يلعبها عند مين؟ عند الزهرة. الزهرة بيلم بيعدي، يا سلام، يا والله هدف اول، هدف التعادل عن طريق اللاعب الزهرة او عن طريق اللاعب محمد المهدي. الله عليك يا ابني، يا سلام يا سلام يا سلام، والله هنا بقى يا سلام، سلم ده الشبكه بتتل. هدف اول لفريق الجماليه وهدف التعادل. شايفين اللاعب المهدي طبعا والله، او اللاعب كريم يوسف حطها في اتجاه الزهره، ايه الزهره زقها وراح وضرب، والله خد المدافع في ظهره وصوب، لكن صدها الحارس. لكن متابعه رائعه والله من اللاعب محمد المهدي، يحرز الهدف الاول. هنشوفها في الاعاده والله مع المهندس او مخرج هذا اللقاء المهندس علي رشوان، هنشوفها في الاعاده مره ثانيه. المهدي والله ايه احرز الهدف الاول. بقول لحضراتكم النهارده بيلعب تحت راس الحربه، لكن شايفين الجماهير، شايفين الجماهير والله ساعه الهدف ايه ده، الجماهير هتتجنن يا جماعه على الهدف الاول، هدف التعادل. وهنا بقى حكم اللقاء بيتكلم مع المدير الفني. اعتقد ممكن نشوف يعني احد او المدير الفني لفريق النصر ممكن يجي يشرف جنبنا هنا في المدرجات. اعتراضات كثيره من المدير الفني لفريق النصر، لكن هدف اول كان لازم والله يجي الهدف ده يا جماعه علشان يرجع الفريق مره اخرى. فريق الجماليه والله بقول لحضراتكم تيم رائع، عندنا لاعبين رائعين، عندنا قماشه رائعه، عندنا جهاز فني على اعلى مستوى. يعني هذا الفريق يعني نتمنى نشوفه الموسم القادم في الدرجه الثالثه. لكن مره ثانيه تمام، شايفين سامعين والله الجماهير، سامعين الروح. هنا بقى الكفافي غير ملعب عند الزهره، لو عدت لكن يطلع المدافع، توصل عند اسلام عايز يعدي معاه كريم يوسف، كريم لكن مره ثانيه يلعبها، ياخدها عبد حسين عند كريم علامه وعدى، لكن اتخطفت والله. لكن هنا بقى اسلام فوز بدا يرجع كده، بيلعبوا والله مأمنين دفاعاتهم كويس النهارده فريق النصر، لكن بيلعبوا على اجمل مرتده. يا هدف تاني لفريق النصر، والله دفاعات واخطاء النهارده، ودفاعات الجماليه ايه لسه بنقول فريق الجماليه عندنا لاعبين، لكن بالخطا والله بتعدي من ورا المدافع جمال عبد الدايم وبيحرز. بقول لحضراتكم فريق النصر لسه بنقول مأمنين الدفاعات وبيلعبوا على المرتده السريعه، بيعتمدوا على اللاعب رقم 9 واللاعب رقم 15، لكن هدفين لفريق النصر مقابل هدف واحد لفريق الجماليه. 2 الجماليه 1، 2 النصر عفوا 1 الجماليه في هذا اللقاء. لكن كريم يوسف عايز يصوب كده بعيد ولا ايه، عايز يعدي، فتح له والله كده او طلع له محمد ابراهيم عند كريم يوسف مره ثانيه. كريم طبعا شكاك النجم الكبير السيد يوسف ايضا غني عن التعريف، لكن توصل عند محمد ابو ياسين يعلي، لكن الدفاعات تطلع، توصل عند محمد ابراهيم عند الزهره ناحيه اليمين. الزهره يخبطها كده في الباك الشمال وياخد رمي التماس من ناحيه اليمين. محمد ابراهيم يلعبها، عبد حسين يلمس معديه، لكن والله يطلع المدافع مره ثانيه عند مين؟ عند ابو ياسين عند رفيق فاتح له المهدي، تصويبه لكن معديه وضربه مرمى لفريق النصر المتقدم بهدفين مقابل هدف وحيد لحد الان على فريق الجماليه.
كده الوقت كده تتلعب ضربة المرمى لكن ياخدها الكفافي كيفه لاعب رائع والله. لكن كريم يوسف النهارده يعني عامل مباراه كبيره. كريم يوسف والله محرز او صانع الهدف الوحيد لفريق الجماليه. كريم يوسف كريم يلعبها عند محمد ابراهيم لكريم مره ثانيه في مكان او في حته كده مزنوقه، لكن مره ثانيه ترتد المرتده الخطير. المرتده الخطيره عند اللاعب الرقم 15 طالع هشام الشربيني مره ثانيه في استعجال محمد ابراهيم، لكن مخطوفه ياخدها اللاعب رقم 20 يحطها لكن سهله توصل كده والله. حطها اللاعب رقم 20 في فريق النصر اللاعب باسم وحيد، لكن معدي يمسكها هشام ويلعب ايده رجل عاليه توصل عند كريم يوسف. كريم يسيبها ياخد تماس لكن لا كمل. كريم يوسف هيلعبها يغير ملعب في اتجاه المهدي. يا سلام المهدي ولا رفيع، لكن والله المهدي عدى راجل، لكن ضربة مرمى ضربة مرمى والله كانت خطيرة للمهدي، كان مكمل وعدت لكن تطول منه وتطلع خارج الملعب. ضربة مرمى لفريق النصر. شايفين الكابتن الخواجة المدير الفني لفريق الجمالية بيدي تعليمات للاعبين في وسط الملعب. مرة تانية ابو ياسين يلعبها عند الكفافي. الكفافي مرة بتاع كريم يوسف. كريم يوسف عايز يصوب من بعيد. كريم يوسف والله تصويبه حلوه يا ابني، تصويبه حلوه من كريم يوسف، لكن تعدي وتفوت والله بجوار القائم الايمن. ضربة مرمى لفريق النصر. سبق الحارس للاعب هلال السيد او هلال السيد هيلعب طويله وعاليه، لكن هنا بقى الكفافي لاعب البلاي ميكر نازل يلعب جنب ابو ياسين ديفندر ويعني اعتقد تعليمات الخواجه تعليمات الكابتن الخواجه ان اللاعب الكفافي يلعب جنب ابو ياسين ويطلع كريم يوسف عشان التصويب. كريم يوسف كريم وهجمه خطيره كريم وتصويبه لكن بعيده. تصويبه كده من كريم يوسف لكن بعيده تماما عن الثلاث خشبات. ضربه مرمى لفريق النصر المتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. هيلعبها والله هلال السيد، لكن يعلي اللاعب باسم وحيد توصل عند اسلام، لكن ياخدها من امامه. يا سلام محمد ابراهيم عند كريم يوسف. كريم مخطوفه توصل عند الكفافي مره ثانيه عند كريم يوسف عند ابو ياسين وفي بطء كده في اداء اللاعب الجماليه. هنا بقى كريم والتصويبه لكن عاليه. تصويبه والله يعني واخد تعليمات بالتصويب، لكن مش كل كرة تصوب يا كريم يا يوسف. كان معاك والله زهرة وكان معاك عبد حسين وكان معاك اللاعب المهدي، كان ممكن تحطها والله عند اي لاعب من هؤلاء، لكن اعتقد في تغيير لفريق النصر. هيطلع اللاعب طالع اللاعب عبد الرحمن رضا وهينزل عبد الرحمن رضا. طبعا طالع كده بيوزع على رجله، اعتقد عنده اصابه ولا بيرتدي القميص رقم 14 ونزل. لسه والله مش عارفين مين اللي نزل، مش شايفين الرقم، لكن مره ثانيه الكفافي. هنشوف بقى مع المخرج بتاعنا، مع المخرج او المهندس علي رشوان هيركز لنا على التغيير اللي نزل. لكن بقى هجمه خطيره محمد ابراهيم، لكن تماس من ناحيه اليمين لفريق الجماليه. نزل اللاعب رقم 24 اللاعب محمد ابراهيم. هنا بقى محمد ابراهيم وهنا محمد ابراهيم. هنا الكفافي هيلعب العرضيه عبد حسين، لكن يطلع الدفاعات توصل مره ثانيه عند الكفافي. كريم يوسف الكنترول وحش، لكن زقها والله في اتجاه اللاعب رفيق عايز يعمل مشوار ويلعبها تعدي عند المهدي الخطير دخل منطقه الجزاء وحط على راجل مره ثانيه العرضيه ولا ايه، لكن مش معديه والله. يعني المهدي في الكره اللي فاتت زقها وراح، لكن لو كان وقع كان ممكن ياخد ضربه جزاء، لكن والله هنا بقى في لعيبه في هذا المكان من غير ما تلمسهم يقع عشان ياخد ضربه جزاء. لكن هنا المهدي مره ثانيه توصل عند مين؟ عند رفيق ناحيه الشمال يلعبها تخبط ترجع مره ثانيه عند ابو ياسين بيلم ويعدي ويقع بمرعى وياخد ضربه حره من ناحيه الشمال على حدود وسط الملعب كده من الطرفه ناحيه الشمال. يلعبها ابو ياسين عند كريم يوسف. الكفافي تغيير ملعب يا سلام رائع والله عند محمد ابراهيم يعلي في اتجاه الزهره يلمس والله، لكن عند كريم يوسف عند محمد ابراهيم يحطها عند كريم يوسف، لكن مع اللاعب رقم 7 اسلام ياخدها اسلام ويلعبها اي حاجه توصل عند
الكفافي ابو ياسين بيلم كورته لكن اتخطفت. مرة تانية خدها ابو ياسين توصل عند رفيق. رفيق ناحية الشمال بيحاولوا كده فريق الجمالية لو عدت هتشكل خطورة. كان قطع والله وراح المهدي في مكان او في المكان الفاضي. المهدي هنا يقع. حكم اللقاء ايه؟ حكم اللقاء يلعب مرة تانية المهدي لكن خارج الملعب. تماس رمي التماس من ناحية اليمين لفريق النصر المتقدم بهدفين مقابل هدف وحيد. فريق النصر يعني شايفين فريق الجمالية بعد الهدف الثاني ماسكين اللقاء تماما او بقالهم اكتر من 10 دقايق ماسكين اللقاء وبيهاجموا لكن بيضيعوا. فريق الجمالية بقى رفيق يلعبها عند زهرة. زهرة الكنترول يا ابني يفرق والله. التوقيفه والاستلام يفرق كتير في الكرة اللي فاتت. هنا بقى محمد ابراهيم عند كريم يوسف. كريم يلعبها بوش القلم. يا سلام ضربة جزاء ولا ايه؟ ضربة جزاء ولا ايه؟ حكم اللقاء بيقول العب. حكم اللقاء بيقول العب يا جماعه. والله يعني فيها كلام في شك كده هنشوفها مع في الاعاده مره ثانيه. لكن بيطلع باسم عبد المولى خارج الملعب. تماس شايفين الجماهير والله لحد الان يعني الجماهير كانت عايزه ركله جزاء. فيها كلام هنشوفها في الاعاده مره اخرى. لسه واقع المهدي لكن هجمه خطيره بيوصلوا بيروحوا والله فريق الجماليه. لكن يعني بقول لحضراتكم فريق النصر بيلعب على هجمه المرتده سريعه. لازم نكون بنهاجم لكن نكون مخلين بالنا من دفاعاتنا شويه. جمال عبد الدام والباز لحد الان في دفاعات الجماليه لكن هدفين والله يعني لفريق النصر. لكن الزهر يطلع بمبدا السلام كده بروح رياضيه كبيره يطلع خارج الملعب. تماس من ناحيه الشمال هجمه خطيره. هنا حكم اللقاء قال العب. يعني شايفين الجماهير وفي كلام او في شك ان هي ركله جزاء. لكن هنا دفعه وضربه حره كده من ناحيه اليمين. شفنا كارت اصفر وحيد لصالح فريق النصر في هذا اللقاء. لكن كريم يوسف هيلعب الضربه الحره من ناحيه اليمين داخل منطقه الجزاء وطالع. لكن مره ثانيه ابو ياسين تصويبه وحشه لكن لسه الخطوره موجوده. محمد المهدي يعمل عرضيه لكن خارج الملعب والله. كان بيحاول كده من اللاعب محمد المهدي يلحق ويعمل عرضيه لكن ما لحقش محمد المهدي تطلع خارج الملعب. ضربه مرمى لفريق النصر هيلعبها هلال. يعلي هلال في وسط الملعب. طالع الباز يلمس ويعلي الباز مره ثانيه. هنا بقى الكفاف يا سلام عند رفيع عند المهدي يلمس المهدي في اتجاه عبد حسين لكن والله ياخدها دفاعات النصر. هنا بابا ياسين لو وقف ممكن. لكن شايفين الجماهير بتندى على اللاعب اسامه الصادي الباك الشمال. ممكن يكون في تغيير في الاداء او في تغيير في الخطه للفريق الجماليه بنزول اللاعب اسامه الصادي يلعب باك شمال ورفيق يجي امام محمد ابراهيم يبقى في جبهتين. لكن هنا بقى المهدي عدى بمره عاليه وسط 3 لاعبين. المهدي بمره عاليه. السلام بقول لحضراتكم لاعب حريف والله. لا عرضيه عند مين لكن سهله في متناول حارس المرمى. الحارس باسم عبد المولى يقع كده ويضيع له 10 ثواني ولا حاجه. عبد المولى يعلي على حدود وسط الملعب. لكن جمال عبد الدايم عند محمد ابراهيم عند الزهره ينقل نقله ثانيه والله. الزهره هنا بقى الزهره يعدي ناحيه اليمين يعمل عرضيه ولا ايه؟ الزهره يعمل العرضيه لكن والله خطيره تعدي من فوق القائم خارج الملعب. ضربه مرمى. لكن بقول لحضراتكم فريق الجماليه بقاله اكتر من تلت ساعه مستحوذ وطبعا على اللقاء لكن بيضيع اكتر من هدف. محمد ابراهيم يلمس لكن ياخدها يجيبها مره ثانيه. الباز والله حطه في موقف وحش الباز. لكن جمال بخبره بقى خد مره ثانيه عند رفيق. يا ترى هنشوف تغيير والله في الشوط الثاني. بينزل اسامه الصادي يلعب جبهه شمال ويجي اللاعب رفيق هنا امام محمد ابراهيم. يبقى هناك اسامه الصادي ومحمد المهدي وهنا اللاعب رفيق او محمد ابراهيم باك يمين وامامه رفيق يعملوا جبهتين النهارده رايحين لفريق الجماليه. لكن يعني مش عارفين والله دماغ الكابتن الخواجه فيها ايه. لكن مره ثانيه يعلي هنا الباز يطلع وياخد. لكن مع صافره انتهاء الشوط الاول بتقدم فريق النصر بهدفين مقابل هدف وحيد. لكن هنرجع مره اخرى لاحداث الشوط الثاني واللقاء وتقدم فريق النصر بهدفين مقابل هدف وحيد على فريق الجماليه صاحب الارض والدار وصاحب الجمهور. شايفين النهارده جمهور كبير والله داخل
جمهور كبير داخل المدرجات. لكن بدأ احداث الشوط الثاني، ومرة تانية كرة كده اي حاجة توصل عند ابو ياسين. ابو ياسين يزقها لكن مقطوعة. ابو ياسين النهاردة يعني كده يعني فيها اخطاء بالجملة من عند ابو ياسين وقلبي الدفاع. لكن مرة تانية هنا محمد ابراهيم يا سلام على التاكلينج رايح والله، خدها الكفافي. الكفافي يعمل هجمة مرتدة سريعة حطها على الطول لكن مش معديه. والله مرة تانية حطها والله طولية كده في العمق في اتجاه اللاعب محمد المهدي. لكن الدفاعات توصل عند اللاعب الرقم 15 محرز الهدف الاول عند احمد سعيد. لكن توقيفه وكنترول وحش من اللاعب احمد سعيد، تطلع خارج الملعب تماس من ناحيه اليمين لفريق الجماليه. مره تانية يعني كده فكر تفكيرين والله محمد ابراهيم واتاخر واتضغط، لكن يطلعها خارج الملعب من الاول يا محمد ابراهيم. لكن بقى ايضا يعني شايفين الكابتن محمد ابو العز لاعب فريق الجماليه يعني جاي والله رغم الاصابه، رغم ان هو عامل عمليه رباط الصليبي، لكن جاي والله يأزر الفريق. محمد ابو العز لاعب فريق الجماليه ايضا عنده يعني كده عامل الرباط الصليبي. نتمنى السلامه لمحمد ابو العز والشفاء ايضا العاجل علشان يرجع مع في صفوف الفريق مره اخرى. مره ثانيه عبده حسين يلعبها عند كريم يوسف. كريم يوسف انا من رايي الشخصي افضل لاعب في فريق الجماليه في الشوط الاول. لكن مره ثانيه توصل عند ابو ياسين. ابو ياسين يعني يلعبها كده عند الكفافي. الكيفو لاعب والله كفايه ايضا عند رفيق. الرفيق هيلعب الكره الطوليه عايز يحطها في اتجاه الزهره، لكن يطلع الدفاع ضربه ركنيه. هيلحق هنا ولا ايه؟ ما لحقش. ضربه ركنيه، ضربه ركنيه من ناحيه الشمال لفريق الجماليه يلعبها المهدي. المهدي يعني كده لسه والله شايفين الزهره وشايفين البيت. حط يا راجل عبد حسين. عبد حسين والله يعني ما طلعش وركب الكره كده عبد حسين، لكن والله حطها خارج الملعب. ضربه مرمى. وقلت لحضراتكم من يضيع فعليه ان يستقبل. فريق الجماليه ضيع كتير، فريق الجماليه مستحوذ، فريق الجماليه راح لكن بدون ترجمه. حكى شايفين الجماهير بتشجع فرقتها لحد الان. هنا بقى رفيق يلعبها طوليه اماميه في اتجاه المهدي اللاعب الكثير السريع، لكن يطلع الدفاع على هجمه المرتده الحته اللي بيلعبوا عليه. هنا بقى الباس يرجع للخلف عند جمال عبد الدايم سابها لهشام الشربيني. هشام الشربيني هدفين في الشوط الاول طبعا وصد ركله الجزاء. هشام الشربيني صد ركله الجزاء لكن اهتزت شباكه بهدفين. هنا بقى رفيق اللي بيلعب جابها يسرى النهارده. رفيق يلعبها على طول عند اللاعب الرقم 9 محمد ايمن. يعدي لكن عايز كده يلبس حكم اللقاء فاول. لكن مره ثانيه يا جماعه عبد الدايم بيلعبها ايه؟ ده رفيق هنا والله ما كانش واخد باله تمام. رفيق يلعبها مره ثانيه عند الزهره مره ثانيه. هنا بقى ابو ياسين بيلم ويفتح ناحيه اليمين عند محمد ابراهيم. شايف رفيقه ناحيه الشمال. طبعا هنا بقى محمد ابراهيم ناحيه اليمين بتاخر كتير. محمد ابراهيم رجع كل لاعبي فريق النصر، لكن عد مع محمد ابراهيم مره ثانيه مش ناحيه اليمين لكن خد ركنيه. محمد ابراهيم اتاخر لكن في الاخير خد ضربه ركنيه من ناحيه اليمين. رايح لها والله رفيق والله راح يلعب الركنيه. شايف عبد حسين والمهدي والباز والزعره وابو ياسين داخل منطقه الجزاء عرضيه عطاله. لكن والله بعدين بقى كريم يلا راجل والله جميله والله يا كريم يوسف والله مرجع رجله كده وخدها واحده كده كرباج، لكن يمسكها الحارس والله باسم عبد المولى ويلعب بالطوليه الاماميه. لكن هنا بقى بقول لحضراتكم يعني شايفين الجماليه مستحوذ على اللقاء تماما، لكن النتيجه عكس غير سير اللقاء. هنا بقى هشام الشربيني ايده رجل عاليه في اتجاه عبد حسين اللي وسط 2 من لاعبي فريق النصر، لكن توصل عند اللاعب لكن 15 مخطوفه. الكفاف والله ضغط راعه وخدها لكن طولت منه وتطلع خارج الملعب. تماس رمي التماس لفريق النصر من ناحيه الشمال تتلعب على طول، لكن الباز يطلع خارج الملعب. تماس مره اخرى من ناحيه الشمال لفريق النصر تتلعب، لكن ياخدها. هنا بقى مين؟ هنا بقى الزعره عايز يعدي لكن مخطوفه. خدها اللاعب والله اللي نزل في احداث الشوط الاول بيرتدي القميص رقم 24 محمد ابراهيم، لكن مخطوفه. هنا بقى الباز يلعبها عند كريم وفتح الملعب عند رفيق يعلي عبد حسين السلام وكنترول وعامل محطه، لكن عدى يلا راجل عبد حسين. لكن والله هنا بقى ضربه حره والله كان عادت كده الادفانتج حكم اللقاء، لكن والله ما استفادش من الكره عبد حسين. يبقى ضربه حره على حدود 25 يارده من مرمى باسم
باسم عبد المولى حارس مرمى النصر. هنا بقى كريم وابو ياسين. كريم وابو ياسين بيغيب النهارده عن في التشكيل الاساسي فريق الجماليه، خارج السكور المهاجم او الفيرود شريف مجدي، وايضا منصور محمد. يعني مستنيين البطاقه الدوليه لما تيجي من اليمن مره ثانيه، لكن يطلع دفاعات توصل عند اللاعب محمد ابراهيم، يطلع خارج الملعب تماس من ناحيه اليمين. يا ترى الخواجه المدير الفني الفريق الجماليه قال ايه ما بين الشوطين اللي لعبته؟ لسه والله شايفين فريق الجماليه يعني ماسك من بدايه الشوط الثاني ماسك اللقاء، لكن بدون ترجمه حقيقيه. مره ثانيه ناحيه الشمال، لكن تماس المره دي للجماليه من ناحيه اليمين، تتلعب على طول ياخدها، لكن هنا بقى هاند بول، لمسه يد من ناحيه اليمين لفريق الجماليه، يلعبها كريم يوسف. كريم يوسف المتخصص في الضربات الثابته، كريم وافضل لاعب لحد الان داخل فريق الجماليه كريم يوسف هيلعب. وايضا الحارس هشام الشربيني من نجوم هذا اللقاء، لكن مره ثانيه طالع عبد المولى الحارس والله من اعلى نقطه، طالع والله من اعلى نقطه ويمسك كورته. والله يعني نجوم اللقاء لحد الان، او اللاعب كريم يوسف وهشام الشربيني حارس المرمى من نجوم هذا اللقاء. هنا بقى رفيق بيلم كورته في وسط الملعب، يرجع للخلف والضغط وخدها، لكن هنا الباز يا سلام توصل عند كريم هيلحق ولا ايه؟ لكن لعبها والله الباك الشمال ووقع كده، وفي رمي التماس حكم اللقاء طبعا حكم الكبير الكابتن محمد السعداوي بيحتسب رمي التماس. مره ثانيه الكفافي واقف على كورته يلعبها عند ابو ياسين، كرة عالية، عايزين كرة على الارض يا رجالة. هنا بقى رفيق يحطها على طول من ورا المدافعين عند مين؟ عند المهدي والله لما وجابها المهدي عايز يعدي، لكن اتقفلت والله يعني عليه. مرة تانية المرتدة الخطيرة، هنا بقى الباس، لكن يقع الباس، اللاعب رقم 9 والله عايز يعدي، واحد على واحد، لكن جمال عبد الدام جابها. يا سلام يا ابني، والله جمال عبد الدام بقى يعني المرة دي بيجيبها. هنا بقى رفيق وشايفين جماهير الجماليه النهارده كلها جايه والله تؤثر الفريق كريم، لكن مره ثانيه يطلع اللاعب رقم 18 محمود يوسف اللي نازل في احداث الشوط الثاني. لكن هنا بقى جمال عبد الدائم يلعبها عند الباز، اخطاء بالجمله والله في قلب الدفاع. هنا بقى ابو ياسين يلعبها عند رفيق مره ثانيه عند كريم، عايز والله يحط له والله رفيق، لكن يطلع المدافع، توصل مره ثانيه هجمه مرتده خطيره، لف وعدى يا سلام رايح والله. هنا بقى بيقع ويزعلق كده، لكن يطلع جمال عبد الدايم مره ثانيه في وسط الملعب، يلمس لسه والله هيلحق ولا ايه؟ ما لحقش، تطلع خارج الملعب تماس من ناحيه الشمال لفريق الجماليه. هيلعبها رفيق نازل له الكفافي يلعبها عند رفيق، هاتوا خد مره ثانيه، يلعبها على طول يا سلام في المكان الفاضي عند محمد المهدي، لكن والله كان مغطي. مره ثانيه هنا بقى جمال عبد الدايم بيلم كورته. بقول لحضراتكم بيعتمد على اللعبه دي فريق النصر، على هجمه المرتده عند اللاعب رقم 9، لاعب سريع يحطها على طول، لكن قافلينها والله مقفلين. والله فريق النصر رائع النهارده، عدى بمهاره على اللاعب رقم 15، لكن في دفعه كده من كريم يوسف بيرتدي القميص رقم 14. طبعا قبل هذا اللقاء كان محمود الكفافي بيرتدي القميص رقم 14، وايضا كانوا والله سايبين القميص رقم 22 اللاعب محمد شرف اللي بيغيب هذا الموسم عن الفريق. لكن العرضيه جمال عبد الدايم يطلع عند الكفافي بيدور على حد يلعب له مره ثانيه، الكفافي مخطوفه، مقفلين والله كويس فريق النصر في الدفاعات ناحيه الشمال، تتلعب على طول، لكن شايف كل بدلاء. مره ثانيه هجمه المرتده خطيره الزهره يحطها، لكن مش معديه والله يعني اللمسه الاخيره او الفينش الاخير من لاعب الجماهير. ابو ياسين يلعبها عند المهدي الاستلام والكنترول، لاعب سريع، لاعب مكان، وحكم اللقاء بيقول ايه؟ والله حكم اللقاء قال ايه؟ مفيش فيها حاجه، يعني واحده في الشوط الاول وواحده في الشوط الثاني. لكن هنشوف الكلام ده في الاستوديو التحليلي بعد انتهاء الشوط الثاني من هذا اللقاء. ويطلع المدافع، هنا بقى يطلع المدافع الكره الطوليه كده والله على واحده عند هشام الشربيني حارس مرمى الجماليه. هشام يلعبها عند جمال ناحيه الشمال، يوزع عند رفيق يلعبها
في اتجاه المهدي، لكن والله رامين مقفلين باتنين. هنا بقى الكفاف عدى لكن في فاول، في والله دفعه كده في دار اللاعب محمود الكفافي وضربه حره، ضربه حره. وشايفين التشجيع الفريق، شايفين تشجيع الجماهير والله لفرقتهم، شايفين كل البدلاء، كل بدلاء لاعب الجماليه. طبعا بنقول سلامات للاعب الزواوي لاعب الجماليه طبعا في المباراه الاخيره في دوره مراكز الشباب. والله يعني كان عنده اصابه خطيره هذا اللاعب، ما سمعناش على هذه الاصابه من فتره. يعني هذا اللاعب في المباراه الاخيره والله زميله شاط الكره جت هنا في رقبته، لكن بلع لسانه وانتقل سريعا الى المستشفى. هنا بقى كريم، لكن والله خدها اللاعب رقم 15 مره ثانيه. الكفافي يا سلام يا ولد، لاعب يا ابني والله الكفافي، يحطها مره ثانيه عند رفيق عند المهدي عند رفيق، لكن يطلع قافلين والله باثنين. يعني المدير الفني لفريق النصر طلع ذكي في الحته دي والله. هنا بقى رفيق يعمل عرضيه لكن والله مش معديه، طالع من اعلى نقطه. يعني المدير الفني لفريق النصر قافل الجبهه الشمال على محمد المهدي باثنين. والله يعني شكله كده عارف فريق الجماليه تماما المدير الفني لفريق النصر. لكن جمال عبد الدائم يعلي، توصل عند ابو ياسين كريم يوسف. كريم لحد الان هو اللاعب الوحيد اللي بارز في فريق الجماليه. مره ثانيه الزعره يعمل العرضيه ولا راجل مره ثانيه، لكن خطيره هنا بقى ابو ياسين عند رفيق يلعبها عند عبد حسين. يلا يا راجل والله كره خطيره عبد حسين، والله هجمتين خطيرتين في اقل من نص دقيقه. والله عبد حسين يعني شايفين يا ترى الكابتن الخواجه هيدفع بمهاجم ثاني بجنب اللاعب المهاجم عبد حسين ولا ايه؟ هجمات خطيره، هجمات كثيره، هجمات عديده بتضيع من لاعبي فريق الجماليه، ومن يضيع فعليه ان يستقبل. فريق الجماليه مستحوذ، فريق الجماليه بيضيع، لكن رفيق يلعب العرضيه يا والله الباز والله بيجيد الكور الراسيه، بيجيد والله الباز اللعب بالراس والكور العاليه، لكن تعلى وتطلع فوق القائم بسنتيمترات. فريق الجماليه لحد الان هو الافضل، فريق الجماليه في بدايه الشوط الثاني هو الافضل. هنا بقى كريم يوسف، كريم يحطها عند الزعره ناحيه اليمين عايز عدى ولا ايه، لكن من امامه يطلع ضربه ركنيه، لكن والله شايفين فريق الجماليه من بدايه الشوط الثاني الكلام والتعليمات اللي خدها ما بين الشوطين من المدير الفني الكابتن خواجه وايضا معاه الكابتن عصام. لكن اشوف الركنيه، رفيق يلعب الركنيه العاليه لكن طلع لكن مره ثانيه لسه والله مره ثانيه تعدي وتطلع خارج الملعب. ضربه مرمى، لكن شوط اول رائع، افضل بكتير من الشوط الاول. شوط ثاني والله فريق الجماليه، لكن نتمنى نشوف فرود معانا النهارده. يعني معانا بره في البدلاء كريم نسيم فرود، وايضا محمود حسني واسلام العزازي، 3 فراوده والله. لكن النهارده محمود حسني طبعا بيغيب عن الفريق بقاله فتره او غايب هذا الموسم علشان تأدية الخدمه العسكريه، لكن وايضا اسلام العزازي رجع من الاصابه، لكن ممكن يدفع بكريم نسيم. مره ثانيه توصل عند الباز لرفيق يلعبها عند المهدي الاستلام يعلي لكن يطلع، توصل عند الكفافي عند رفيق فريق الجماليه في الشوط الثاني افضل بكتير. مره ثانيه كره طلال اماميه في العمق، لكن والله مش معديه. هنا بقى محمد ابراهيم، لكن يستحوذ اسلام وياخدها، توصل عند رفيق كنترول واستلام يا ابني يا سلام عند المهدي اللاعب الخطير. بص بقى ساعه المهدي ما بيستلم بيرجع على طول يقفلوا عليه باثنين او 3. لكن يعني لحد الان حكم اللقاء الكابتن محمد السعداوي عامل مباراه تحكيميه 10/10. هنا بقى طوليه في العمق لكن والله مش معديه، يطلع المدافع. توصل مره ثانيه هنا بقى ابو ياسين عند كريم يلا يا راجل والله ده عايزه تمرجح رجلك وتاخدها على طول يا كريم يا يوسف. لكن هنا بقى من محمد ابراهيم عدى، لكن في فاول ولا حكم اللقاء قال يلعب. لكن الشوط الاول لحد الان يعني بادئ بدايه حلوه، شايفين فريق الجماليه افضل. هنا بقى كريم يلعبها عند الباز عند رفيق من نقله واحده، يعني تعليمات واضحه جدا ان الفريق لا يا سلام لو عدت والله الزحلقه كده، لكن انت عارف لو كانت سريعه شويه رفيق كانت ممكن تعدي. مره ثانيه
تتلعب على طول عدى خدها الكفاف. يا سلام لعبها عند رفيق. رفيق بمهاره عاليه فاتح له المادي، لكن فين يا راجل؟ لكن فين يا راجل؟ المره الثانيه هنا بقى الباز عند اللاعب رقم 9 حطها. سلام يا ما كفاف. الكفاف والله قافلها ناحيه الشمال. هنا بقى الكفافي. رفيق يلعبها عند الكفاف اسرع شويه يا كفاف. الكفافي مره ثانيه يلعبها عند مين؟ عايز يحطها سوق كده في اتجاه المادي والله ياخدها. يا سلام لكن دفعه كده وفاول على اللاعب محمد المادي. واعتقد في تغيير ولا ايه؟ لكن ده هنا بقى بيندى المادي ناحيه اليمين. المادي هيغير مكانه. يعني هنا بقى المدير الفني قال لك ايه؟ ده قافلينها ناحيه الشمال، هيلعب انا بقى ناحيه اليمين. لاعب بيعتمد عليه اي مدير فني. اللاعب محمد المادي بيبني على خطه الفريق. طبعا محمد المادي لاعب سريع، لاعب عنده الامكانيات، لاعب بيعرف يراوغ، لاعب بيعرف يروح ويسجل. مره ثانيه المادي استلام، لكن تطول منه. توصل مره ثانيه عند اللاعب رقم 9 تقف تحت رجله ياخدها. هنا بقى الباز عامل مباراه كبيره. طلع في اكتر من كره عرضيه وضيع. لكن هنا بقى رفيق يعدي ولا ايه؟ رفيق. لكن هنا بقى رمي التماس للفريق الجماليه من ناحيه الشمال. رفيق يلعبها عند كريم يوسف. كريم عامل مباراه كبيره. كريم يوسف يلعبها عند المادي. يا سلام على تغيير الملعب. المادي عدى وطم لجوه، دخل المادي ولا ايه؟ يلا يا راجل مره ثانيه الزهره. هنا بقى الزهره بيعمل ايه؟ ده هلشت ورجعت له مره ثانيه. الزهره يعمل العرضيه لكن هو مش معدي، يطلع المدافعين بيضيعوا كتير. فريق الجماليه بيضيعوا فرص كتيره. لكن مره ثانيه توصل عند رفيق مره ثانيه بيلم كوته ناحيه الشمال. رفيق هناك عبد حسين. بتعمل ايه يا راجل؟ الهجمه المرتده الخطيره بيروحوا بثلاث لاعبين. هنا بقى مره ثانيه تخبط مره ثانيه عند مين؟ عند المادي لا عايز يعدي. يلعبها عند كريم يوسف. هيلحق ولا ايه؟ كريم يوسف ما يلحقش. كريم يوسف تطلع تماس من ناحيه الشمال. لكن هجمات خطيره لفريق الجماليه. لكن شايفين رفيق لحد الان لسه. والله هنا بقى الكفافي هيصوب ولا ايه؟ تصويبه حلوه يا ابني والله. تصويبه رائعه من اللاعب محمود الكفافي. عملت بند كده كانت ممكن والله يعني تخدع الحارس. لكن والله باسم عبد المولى مره ثانيه. جمال عبد الدايم عند الكفافي. المهدي بيلم كورته يلعبها لمين؟ مش لاي حد. ياخدها يحطها عند اللاعب رقم 9. هنا بقى جمال وهشام. جمال عبد الدايم سابها لهشام يلعبها عند اللاعب الباز عند الكفافي. كرة طولية امامية في اتجاه الزهرة. لكن والله الزهرة كده طالع قبل الكرة. لازم يكون عنده توقع. هنا بقى رفيق يلعبها عند كريم يوسف عند الكفافي. عند كريم مرة تانية يغير ملعب رايح والله. كريم يوسف يا سلام يا ابني غير اتجاه اللعب عند محمد ابراهيم يلعبها عند المهدي. عدى مرة عالية وعدى بسرعته. المهدي يلا يا راجل. المهدي خطير. يا والله يا ابني ايه بقول لحضراتكم؟ المهدي شايفين الجماهير والله مش عارف اعلق من صوت الجماهير يا جماعه. الجماهير والله ايه يا سلام. لكن هنشوفها. شايفين والله الجماهير ايه؟ الجماهير كلها بتقول يا مان. هداف الفريق لحد الان هو اللاعب المهدي. هداف الفريق ب3 اهداف محمد المهدي لحد الان. لكن هنشوفها بالعاد. شفتوا يا جماعه الخواجه عمل ايه؟ والله قال لك ده قافلها بقى من ناحيه الشمال، انقله انا بقى ناحيه اليمين ويعدي ويقطم لجوه ويعدي بمهارته العاليه ويحرز. شايفينها في الاعاده والله. محمد المهدي ايه؟ الهدف الثاني. هنا بقى قلت لحضراتكم فريق الجماليه افضل في الشوط الثاني. رفيع يلحق ولا ايه؟ رفيع عدى بمهاره عاليه السلام. لكن تطول منه وتطلع خارج الملعب تماس. لكن فريق الجماليه افضل في الشوط الثاني. كريم يوسف والله عامل مباراه كبيره النهارده. كريم يوسف وايضا اللاعب الزهر اللي بيلعب تحت راسين الحرب او راس حرب ساعه. هنا بقى ابو ياسين لكن رماها تماس لصالح فريق الجماليه. حكم اللقاء محمد السعداوي يقول تماس لفريق النصر من ناحيه اليمين. هيلعبها والله اللاعب رقم 12. توصل عند اسلام اقدر ضرب جزاء هذا اللاعب. لكن مره ثانيه هنا بقى رفيع عامل مباراه كبيره. رفيع يلعبها في اتجاه الزهره لكن مع المدافع يطلع مره اخرى. توصل عند ابو ياسين يرجع للخلف عند جمال عبد الدايم وقف على كورته في مكان خطير يا جمال يا عبد الدايم. لكن مره ثانيه خارج الملعب تماس
رمي التماس من ناحية اليمين لفريق النصر والتعادل الايجابي 2-2. المهدي احرز هدفين في هذا اللقاء وهو هداف الفريق. المهدي هداف الفريق ب3 اهداف لحد الان، هو اللاعب المهدي. طبعا قلت لحضراتكم بيغيب شريف مجدي المهاجم الخطير مع فريق الجمالية، ايضا منصور محمد مهاجم خطير بعد رحلة احتراف والله في اليمن، رجع مرة اخرى لفريق الجمالية، لكن والله مستنيين البطاقة الدولية بتاعته. هنا بقى الزهرة يلعبها عند كريم، يلا يا راجل كريم يوسف حطها له تاني يا راجل مرة تانية. هنا بقى الزهرة عد حط يا راجل مرة تانية. يا سلام يا سلام، لكن ممكن كان يعملها لبره، كان يعملها عرضية لبره، لكن ايه فريق الجمالية وتشجيع. يا سلام يا سلام يا سلام، والله شايفين الجماهير ايه ده؟ الجماهير والله حاجة تفرح والله. جماهير الفريق النهارده او جماهير الجمالية مش عارفين والله هنا نعلق صوتنا، يعني كده بدأ يروح من الجماهير. قاعدين نساعة والله علشان مستمعين اي حاجة. رفيع من العرضية مرة تانية طالع من ابو ياسين، لكن تخبط وخارج الملعب. ضربة مرمى كل شويه اخبط. ضربة مرمى لفريق النصر والتعادل الايجابي. لسه والله فريق الجمالية في الشوط الثاني غير في الشوط الثاني، طبعا غير الشوط الاول كتير. احرز اللاعب المهدي هدف الاول لفريق الجمالية وهدف التعادل في الشوط الاول، ثم تقدم فريق النصر، ثم تعادل المهدي مرة في اللقاء. يعني الاستلام والله من عبد حسين، لكن كان في دفعه كده في دور حكم اللقاء يلعب. هنا بقى رفيع، لكن بيوقف حكم اللقاء في لاعب واقع من فريق النصر داخل الملعب. شايفين والله كل بدلاء. اعتقد كريم ناسب، قلت لحضراتكم هندفع بمهاجم تاني ولا هنشوف مين اللاعب كريم نسيم. يا ترى الخواجه لسه ما شفناش مين اللي هيطلع. اعتقد ممكن يكون اللاعب ابو ياسين او عبده حسين، يعني ممكن، يعني انا رايي ممكن يكون عبده حسين هو اللي يطلع، رغم ان احنا عايزين نلعب باثنين فراوده، لكن هو ممكن يكون تفكيره كده. او الزعر، لكن الزهر عامل يعني كده جبهة ناحية الشمال رائع امام اللاعب رفيق. يعني امامنا الزهرة او عبد حسين هم اللي ممكن، ونشوف كريم نسيم المهاجم الخطير صاحب الستايل المميز. لكن اللاعب رقم 4 كان واقع داخل الملعب، احمد سليمان كان واقع داخل ارض الملعب، لكن قام سليم الحمد لله. هنا بقى حكم اللقاء هيعمل اسقاط، كابتن محمد السعداوي هيعمل اسقاط. طبعا الكرة كانت مع فريق الجمالية. هنا بقى الكابتن السعداوي حكم اللقاء هيعمل اسقاط للفريق ورمي التماس، لكن رفيق والله ما طلعتش. هنا بقى تتلعب على طول، لكن والله مش معدي، عدت كده بعرض الملعب، لكن والله اللاعب رقم 18 يطلع، توصل عند الكفافي ابو ياسين عند كريم عدي. يلا يا ابني يا سلام يا والله حلوه من كريم يوسف، حطها والله كده فوق المقص اليمين. والله كريم يوسف اكتر من تصويب، 4 تصويبات على المرمى لفريق الجماليه من اللاعب كريم يوسف. لكن مره ثانيه طويله وعاليه في وسط الملعب، يطلع رفيق. هنا الباس من اعلى نقطه وعلى مرتين ياخدها، توصل في وسط الملعب عند اللاعب رقم 24، لكن الكفافي يلا يا ابني عند كريم اللمسه واحده. يا سلام يا ابني والله كريم عند رفيق ومعاه الكفافي لعبها وفكر كتير، فكر تفكيرين والله يلم ويعد ولا يلعب، لكن هنا بقى عايزين يلعبها بسرعه، لكن رفيق لعبها عند الكفافي. يا سلام هنا بقى كريم يوسف من لمسه واحده يا ابني، لكن الكفافي بيلم وبيعدي. هنا بقى حكم اللقاء، لكن الكفافي يا سلام لكن حكم اللقاء بيقول فاول، حكم اللقاء بيقول ضربه حر. يعني حكم اللقاء كابتن محمد السعداوي بيقول ضربه حر لفريق النصر، والتعادل الايجابي 2-2. التعادل الايجابي، وشايفين والله الجماهير حاجه شكلها تفرح،
شايفين الجماهير والله النهارده جايه تؤازر الفريق. فريق الجماليه طبعا محتاج والله كتير لدعم الجماهير. عندنا فريق وعندنا لاعبين وعندنا جهاز فني على اعلى مستوى، لكن مستنيين والله دعم الجماهير. يعني على قد الامكانيات مركز شباب الجماليه، على قد امكانيات النادي بنقدر نعمل فريق حلو، بنقدر نعمل فريق يمثل مدينه الجماليه. لكن مره ثانيه ناحيه الشمال والكره الطوليه الاماميه طالع هشام الشربيني من اعلى نقطه، يمسك هشام الشربيني. هشام صد ضربه جزاء في احداث الشوط الاول من اللاعب اسلام او من اللاعب احمد سعيد عفوا. لكن مره ثانيه هنا بقى ابو ياسين خدع ورفيع، لكن فاول ولا حكم اللقاء قال هنا بقى ايه يعني الاثنين. والله مره ثانيه شايف هنا بقى حكم اللقاء حط ايده في جيبه، طلع ايده من جيبه والله بكارت اصفر لمين؟ للاعب رقم اللاعب رقم 20 في فريق باسم وحيد، اللاعب رقم 20. يعني ثالث كارت اصفر في احداث هذا اللقاء من نصيب لاعب النصر. لكن فريق الجماليه في الشوط الثاني غير الشوط الاول تماما، فريق كبير والله. يعني التعادل اللي جاب 2-2 ورفيق هيلعب الضربه الحره. لسه كريم نسيم على الخط، لسه ما جاش تغيير. رفيق يعمل عرضيه لكن والله مش معديه يطلع. هنا بقى الكفافي يا سلام بمهاره عاليه، يا سلام يا ولد. يلعبها ناحيه اليمين عند محمد ابراهيم يلعب الكره ايه في اتجاه عبد حسين، لكن الكفافي مره ثانيه الكفافي عند كريم يوسف بيلم كورته كريم وفتح له الزهره في الشمال. كريم هيلعبها ولا ايه؟ كريم عدى كريم، يا سلام يا ابني والله بمهاره عاليه. كريم لسه هو استحواذ لكن زنق نفسه، لكن تماس والله كده زودها كتير ورقص كتير وعدى كتير. لكن لعيب جامد والله كريم يوسف زي ما بقول لنا الكابتن احمد الدود. مره ثانيه رفيق يلعبها داخل منطقه الجزاء، لكن والله مين اللي على حدود منطقه الجزاء علشان المردود. مره ثانيه اسلام يعدي بيلم كورته لكن خدها رفيق مع ثاني مره اسلام ورفيق، لكن طلع له اللاعب رقم 24 يلعب العرضيه، لكن هنا بقى مش معديه. رجع مين يا جماعه؟ شايفين مين اللي رجع؟ ده المهدي رجع واخدها. ابو ياسين يلعبها عند كريم، لكن ايه يلا النهارده ابو ياسين طبعا يعني خارج الفورمه تماما وفي اوفسايد وضربه حره غير مباشره على فريق النصر. لكن هنا بقى لاعب الجماليه عايزين يلعبوا الكره بسرعه، لكن حكم اللقاء بيرجعوا هنا في كارت اصفر. اللاعب رقم 9 فريق النصر بيحصل على البطاقه صفراء مجانيه في هذا اللقاء للاعب. طلع عبد حسين اول تبديل لفريق الجماليه في هذا اللقاء. طلع اللاعب عبد حسين ولا ايه؟ لكن والله ده طالع على الخط عبد حسين. اعتقد هو التغيير عبد حسين وهينزل كريم نسيم وهيطلع عبد حسين. والله بقول لحضراتكم بطاقه مجانيه للاعب محمد ايمن عبد الرحيم، لاعب او الفرود الخطير في فريق النصر. لكن في كلام اطرد المدير الفني طرد. قلت لحضراتكم في الشوط الاول ايه طرد للمدير الفني لفريق النصر. قلت لحضراتكم في الشوط الاول ممكن نشوف المدير الفني قاعد جنبنا هنا في المدرجات في ماسوره نادي الجماليه. شايفين طرد للمدير الفني لفريق النصر، وشايفين الجماهير طبعا والله العاشقه لكره القدم، الجماهير العاشقه للساحره المستديره. كره القدم العباره عن قطعه من الجلد منفوخه من الهواء يلعب بها اللاعبون داخل الملعب ويتلاعب بها الجمهور من داخل مدرجات الجماليه، من داخل مدرجات استاد ملعب الجماليه الرياضي. حاجه تفرح، حاجه جميله اللي احنا بقى عندنا استاد وعندنا فريق على اعلى مستوى، عندنا جهاز. يعني نفسنا والله نفس الاداره على قد الامكانيات ان هي تعمل فريق حلو يصعد للدرجه الثالثه. يعني الفريق الجماليه ده كان الاول والله فريق ايه، يعني كان بينافس الكبار وكان بيعانق الكبار. وايضا اللاعب عصام الحضري لعب على هذا الملعب واحرز ايضا
كابتن رفيق بكر لاعب الجمالية هدف في اللاعب في الحارس عصام الحضري السد العالي. طبعا ايام ما كان بيلعب مع فريق دمياط عصام الحضري فريق الجمالية كان بيعاني كالكبار، كان المنصورة ودمياط وغزل دمياط والمحلة وبور مصر البورسعيد كل هؤلاء الفرق الكبيرة كان فريق الجمالية بيعانق هؤلاء. لكن مرة تانية يرجع الكرة عند جمال عبد الدايم ناحية اليمين عند مين؟ عند محمد ابراهيم. محمد ابراهيم عايز يعدي لكن اتقطع. مرة تانية ياخدها هجمة خطيرة من ناحية الشمال لفريق النصر. فريق النصر يلعبها على طول. يا سلام يا سلام والله. هنا بقى جمال عبد الدايم بتاكلينج كده والله يطلع. جمال عبد الدايم ضربة ركنية من ناحية الشمال، يعني اول ضربة ركنية لفريق النصر في احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. لكن مرة ثانية هنا بقى ابو ياسين مرة ثانية يلا يا راجل. هنا بقى العرضية لكن اوفسايد ولا ايه؟ الحامل ما رفعش لكن مرة يعني المساعد هنا ما رفعش اوفسايد. هنا بقى المدى هجمة مرتدة خطيرة لو حطها لو ممكن. هنا بقى عند مين؟ عند الزهر لكن مش معدي الزهر. لكن في ضربة حرة ولا ايه؟ ده كان واقع المهدي والله في الكرة اللي فاتت. واقع المهدي وحكم اللقاء محمد السعداوي. يعني هنا لاعبي فريق النصر بيعترض بيقول في ضربة جزاء وكارت اصفر للاعب. يعني حوالي 4 كروت صفراء او 5 كروت صفراء. 5 كروت صفراء في هذا اللقاء لمين؟ للاعب اعتقد رقم 8 اللاعب محمد ابراهيم كارت اصفر. لكن كان واقع والله اللاعب محمد المهدي لكن قام سليم الحمد لله. محمد المهدي بقول لحضراتكم اللاعب الزئبقي لكن في ايه؟ مش عارف حكم اللقاء. خد طرد ولا ايه هذا اللاعب؟ اعتقد طرد ولا في تغيير هيطلع اللاعب. طلع اللاعب احمد سعيد وهينزل مين ولا مش عارفين. يعني والله يعني شايفين الحكم اللقاء بيضيع وقت بطريقه. يعني هنا بقى مش عارف حكم اللقاء المدير الفني طبعا بعد ما خد قرار التغيير رجع في التغيير مره اخرى وغير لاعب تاني. حاجه غريبه بتحصل وكل ده والوقت وحكم اللقاء. كل ده وحكم اللقاء طبعا مره تانيه. هنا بقى كريم يوسف الطوليه لكن ضعيفه توصل عند مين؟ عند اللاعب الباز. يا سلام عند كريم نسيم يحطها لكن والله كده مره ثانيه تعدي ولا ايه؟ لكن ياخدها توصل عند كريم يوسف لما ورجع للخلف مره ثانيه معاه رفيق ناحيه الشمال. رفيق هيعدي ولا ايه؟ يلعبها عند ايه؟ لكن في رمي التماس من ناحيه اليمين. رمي التماس لكن فينا كلام. تدخل سريع والله من حكم اللقاء في اشتباك كده ما بين رفيق واللاعب رقم 24 طبعا عنده انذار اللاعب محمد ابراهيم. لكن الكفافي والله يعني بقى كده في احداث الشوط الثاني والله عامل مباراه حلوه الكفافي. وكريم يوسف كريم البنص لكن مره ثانيه توصل على طول ناحيه اليمين عند اللاعب الرقم 12 مره ثانيه 24 بيرتدي عنده كارت او بيحصل على بطاقه صفراء. الكفافي رجع ومغطوا. يا سلام على طريقه الكبار على طريقه النجم الكبير عماد النحاس يطلع الكره بمبدا السلام. هنا بقى الكفافي وضربه ركنيه. يعني الكفافي بيرجع والله يقفلها والله ورا رفيق. الكفافي والله عامل يعني لاعب بيلعب بلاي ميكر او تحت راسين الحربه راجع وبيدافع وبيقفل بيغطي والله الباك الشمال رفيق. لكن ضربه ركنيه تاني ضربه ركنيه في اللقاء. عرضيه على طول لكن يطلعها وشايف اسلام العزازي بيستعد خارج الملعب. اسلام العزازي في ضربة مرمى الفريق الجمالية. يلعبها جمال عبد الدايم. جمال يلعبها لكن وحشه خدها اللاعب رقم 11 مره ثانيه تلعب على طول محمد ابراهيم. يا سلام لكن هو ترجع جمال عبد الدايم مره ثانيه
في وسط الملعب الكفافي، الكفافي يلمه ويعدي. يا سلام بالخبره، خبره والله بلمسه كده عند كريم نسيم على صدره، لكن اتطرف ولا كريم نسيم مره ثانيه هيعمل ايه؟ كريم بيغير ملعب عند المهدي. يا سلام يا والله ايه ده؟ كارت اصفر للاعب محمد المهدي لادعاء الاصابه. طبعا هنا بقى كارت اصفر لمحمد، ونزل الجهاز الفني بالكامل لفريق الجماليه، نزل الجهاز الفني لفريق الجماليه اعتراضا على حكم اللقاء. يعني شفنا ضربة جزاء لفريق الجماليه في الشوط الاول ما تتحسبش، وضربة جزاء ايضا في الشوط الثاني لفريق الجماليه عن طريق اللاعب محمد المهدي. لكن والله لعيبه الجماليه في الشوط الثاني غير فريق الجماليه في الشوط الثاني غير الشوط الاول، يعني عاملين شوط اول رائع. لكن هنا بقى في كارت اصفر وفي اعتراضات، كارت اصفر للاعب محمد المهدي، في اعتراضات من الجهاز الفني. لكن ضربة جزاء صحيحة لفريق الجمالية لم يحتسبها حكم اللقاء، ضربة جزاء. لكن حكم اللقاء يعني شايفين لسه حكم اللقاء، وهجمة خطيرة والله وقع المهدي، لكن خد كارت اصفر لادعاء الاصابة. هنا احنا شايفينها هنا من المدرجات بلانتي، لكن مش عارفين الكادر التاني هو اللي ممكن يوضح لنا، الكاميرا التانية طبعا. لكن هنا الباز يطلع عند مين؟ عند الزهرة ولا ايه؟ لكن ياخدها اللاعب الرقم 11 مرة تانية، عرضها تخبط الكفافي، يطلع خارج الملعب تماس من ناحية اليمين. الكفافي طبعا المفروض زمايله يتكلموا معاه، طبعا هو بيطلع ما بصش مين اللي وراه، لكن تماس بمبدأ السلام في مكان خطير كان ممكن. لكن مرة تانية تماس اتلعب في اوفسايد، حامل الراية او المساعد رفع اوفسايد على فريق النصر، وشايف اسلام العزازي بيستعد. اسلام العزازي اللي رجع من الاصابة بيستعد، هيلعب تحت محمد نسيم ولا ايه؟ مش عارفين والله. اسلام العزازي لاعب ناشئين المصري ولاعب ناشئين بني عبيد، لكن الاصابة اللعينة بعدت هذا اللاعب عن الملاعب. هنا بقى مرة تانية الزهرة يلعبها عند رفيق يلعبها عند ابو ياسين، لكن المفروض بقى شفتوا بقى المفروض هنا بقى رفيق يكلمه، لكن مرة تانية هجمة من ناحية اليمين وعرضية، لكن تخبط وتطلع خارج الملعب. اللاعب يرتدي القميص رقم 11 نازل في احداث الشوط الاول. هنا بقى العرضية لكن معدية وتطلع خارج الملعب. اعتقد في تغيير لفريق الجمالية، الكابتن الخواجة والله شايفين الجماهير. يعني هنا بقى هيطلع اسلام العزازي وهينزل اسلام العزازي ولا ايه؟ لسه التغيير. هنا بقى ضربة المرمى تتلعب عالية. هنا بقى كريم نسيم وسط 2 لاعبين وضربة حر. والله ايه ده؟ طالعين وثب فوق ظهر اللاعب. هيطلع الزهرة وينزل اسلام العزازي. هيطلع الزهرة وهيلعب رفيق وهيلعب مش عارف، رفيق ممكن يزيد مكان الزهرة ويلعب اسلام العزازي. هنلعب من غير باك شمال، فريق الجمالية يلعب من غير باك شمال واضح، لكن الزهرة اللي طلع، لكن رفيق هو اللي هيزيد مكان الزهرة ولا ايه؟ هنا بقى كريم البنس وضربة حرة كريم يلعبها على طول اسلام العزازي، لكن محمد ابراهيم هيلعب العرضية ولا ايه؟ عدى محمد ابراهيم من واحد والتاني، محمد ابراهيم عدى ناحية اليمين، لكن خدها من امامه والله المدافع ويطلع. لكن هنا بقى المهدي خطير، الخطير عدى بمرة عالية، لكن خدها من امامه محمد ابراهيم. كريم يلعبها عندنا في تصويب. يلا يا راجل اسلام العزازي تخبط وياخد ضربة ركنية. اسلام العزازي تخبط وياخد الركنيه من ناحيه الشمال. يعني الكره اللي فاتت بتاع المهدي اللي وقع فيها كان ممكن والله يريحنا كتير، لكن رفيق العرضيه، لكن مره ثانيه فين من متابع، لكن هنا بقى تعدى عند اللاعب رقم 9، لكن معاه اللاعب الكفافي. شايفين الكفافي راجع بيغطي فين؟ جنب جمال عبد الدايم، وطالع الباس في الكره العرضيه. لكن تماس من ناحيه الشمال لفريق النصر. مباراه حلوه، مباراه جميله،
والله شوط تاني رائع، لكن هي بقى اتلعبت، وقف محمد ابراهيم على اساس اوصال مش اوفسايد، لكن مره تانيه يلعبها على طول، هجمه خطيره والعرضيه لكن معديه الحمد لله، عدت والله توصل عند رفيق، رفيق يطلع الباز لكن ياخدها اللاعب الرقم 15 محرز الهدف الاول، يعلي لكن طالع هشام الشربيني. هشام الشربيني حارس المرمى يلعب ايده رجل عاليه في اتجاه اللاعب كريم نسيم. كريم لكن توصل عند كريم يوسف، كريم نسيم وكريم يوسف، لكن يلعبها عند رفيق وجنبه كريم يوسف. كريم يوسف يلعبها عند رفيق عايز يعدي، عدى بمره عاليه ويلعبها عند مين، لكن ضعيفه والله، لو جامده شويه ممكن، لكن مره ثانيه عند اللاعب رقم 11 واقف على كورته ومعاه الكفافي. اللاعب رقم 11 في فريق النصر محمد حسني، لكن هنا بقى جمال، هنا بقى اسلام العزازي الاسلام والكنترول، لكن في هاندبول على اسلام العزازي. لكن شايفين رفيق يعني كده شكله مرهق شويه، رفيق ممكن يكون التغيير القادم لفريق الجماليه، والتغيير يعني في بره ريان وفوق اسامه الصد ممكن، لكن هنا بقى الباز يلعبها ياخدها الكفافي يلعبها عند كريم يوسف. كريم لما عدى بمر عليه يحطها ناحيه اليمين عند ابو ياسين مره ثانيه يلعبها عند الاسلام العزازي. الاستلام والكنترول عند المهدي ناحيه اليمين لما وطم لجوه، المهدي بيلم بيعدي السلام من عدى واحد والثاني والثالث وزقها عند الكفاف وتصويبه لكن تعدي وتفوت خارج الملعب. ضربه مرمى الفريق النصر يلعبها حارس المرمى باسم عبد المولى، ولا يسابها للاعب رقم 4 احمد سليمان عالية، لكن طلع جمال يلمس. هاندبول ولا حكم اللقاء؟ قرار صحيح، هاندبول من حكم اللقاء. طبعا شايفين الجماهير هنا بتتفاعل مع كل لعبة او كل قرار من حكم اللقاء. شايفين والله المخرج النهارده، مخرج هذا اللقاء المهندس طبعا علي رشان منفعل مع الفريق ومع الجماهير هنا. اسلام يلا راجل، اسلام بيعمل ايه؟ بيعلي في مكان خطير ويلعبها، لكن دفعه كده كان ممكن من الاول يا اسلام يا عزازي، لكن على حدود منطقه الجزاء او على حدود ال 18، لكن ضربه حر الفريق النصر، تتلعب طويله وعاليه. طالع جمال عبد الدايم من اعلى نقطه، لكن مره ثانيه علي وانا علي. هنا الباس بايديه يا راجل، هنا الباس بيحطها، لكن طالع هشام. يا سلام، هشام الشربيني والله طالع وماسك كورته، يلعب ايده رجل عالي. هشام هيلعبها في اتجاه المهدي لكن في دفعه كده وضربه حره الفريق الجماليه من ناحيه اليمين والتعادل الايجابي. يا ترى فريق الجماليه يقدر يحقق الوقت الاصلي من الشوط الثاني ولا ايه؟ طبعا بقينا في الدقائق الاخيره من الشوط الثاني. يا ترى ابو ياسين هيلعبها في داخل منطقه الجزاء، يا سلام، لكن اوفسايد. والله كره خطيره وهجمه خطيره، حطها والله براس اللاعب كريم نسيم، لكن يمسكها الحارس، لكن كان في تسلل. رافع المساعد الثاني تسلل. مره ثانيه الباز ياخدها ناحيه الشمال، يلعبها عند رفيق عند كريم يوسف بيلمه بيعدي، كريم عدى بمره عاليه. يا سلام يا ولد، يا سلام، لكن في دفعه كده وضربه تحت الحزام عند اللاعب كريم يوسف. والله هنا بقى حكم اللقاء احتسب القرار الفني ولكن لم يحتسب القرار الاداري. كريم يوسف انا من رايي الشخصي افضل لاعب في هذا اللقاء هو اللاعب كريم يوسف، لاعب فريق الجماليه، ويليه اللاعب المهدي، وايضا هشام الشربيني. لكن مرة تانية خطيرة، لكن هنا بقى المهدي يلمس مرة تانية بيعلي، لكن توصل عند اللاعب رقم 11 يوزع عند، لكن جمال عبد الدايم على واحدة على طول عند ابو ياسين. مرة تانية هاندبول ولمسة يد اللاعب رقم 15، لكن في تغيير لفريق الجمالية. هينزل الزواوي ويطلع اللاعب محمد ابو ياسين. هينزل الزواوي ويطلع ابو ياسين. الزواوي طبعا في اخر لقاء لفريق الجمالية
في دورة مراكز الشباب. لكن كريم يوسف هيلعب الكرة الفاول، ضربة حارة 6 دقايق وقت بدل ضاع. لكن مرة تانية هنا بقى رفيق، لكن يطلع الباك اليمين خارج الملعب. تماس رفيق 6 دقائق وقت بدل ضاع. مباراة تانية هنا بقى الباز يعلي، لكن في فاول، ضربة حرة في مكان جميل. الباز والله ضربة حرة. شايف كريم يوسف، وهنا الجماهير بتقول يلا يا كريم. جماهير الجمالية كلها بتندى على اللاعب كريم يوسف. كريم يوسف قلت لحضراتكم بيرتدي القميص رقم 14، طبعا اللي كان بيرتديه الكفافي، اللاعب الكفافي، لكن اللاعب كريم يوسف قال انا عايز الرقم 14. طبعا اخلاق كبيره وروح عاليه ما بين اللاعبين وحب كبير ما بين اللاعبين. لكن هنا بقى كريم يوسف على الضربه الثابته. كريم يوسف رجله تقيله ورجله مظبوطه على المرمى كريم يوسف، لكن هنشوف كريم يوسف والتسجيل. كريم يوسف ويلعبها على طول. مرة تانية ضرب جزاء. الهدف ولا الله عليك يا ابني، والله هدف رائع. اسلام العزازي. شايفين الجماهير والجهاز الفني ايه ده؟ اللعيبه والله الجهاز الفني نايم على اللعيبه، والله صوتنا راح. ويا سلام على اسلام، يا سلام على هشام الشربيني حارس المرمى وجمال عبد الدايم. والله هنا بقى الجماهير وعادل منسي اللاعب الكبير طبعا نازل عند اللاعب جمال عبد الدايم. نفس المكان اللي بيلعب فيه جمال عبد الدايم هو نفس المكان اللي كان بيلعب فيه عادل منسي. والتحيه من اللاعب عادل منسي للاعب جمال عبد الدايم، وهدف ثالث. وشايفين محمد يا اسامه، شايفين والله الجماهير وحكم اللقاء وثلاث اهداف مقابل هدفين. هدف الثالث في الوقت الضائع، هدف ثالث في الوقت القاتل لفريق الجمالية 3. وشايفين الجماهير بتشجع والله فرقتها. والله شايفين مرة تانية هشام الشربيني. يا سلام هشام الشربيني حارس المرمى الكبير والكدر، والله مخرج اللقاء مركز مع هشام وايضا مركز المدير الفني ده مطروح. شايفين اعتقد في مشاكل من الفريق. شايفين انسحاب، شايفين امن وشرطة مركز الجمالية نزلت. امن الجمالية نزل طبعا في تعدي من اللاعبين فريق النصر على حكم اللقاء. تعدي من لاعبي فريق النصر، يعني قاعدين يتعدوا على بعض بالالفاظ، وايضا بيتكلموا مع حكم اللقاء. لكن الامن تدخل الامن والله علشان يفك كل الشباك. لكن هدف رائع. هدف قاتل لاسلام العزازي في الوقت الضائع. والله في الزحمه ما شفناش اسلام ولا كريم نسيم من اللي احرز الهدف. لكن هنشوفه في الاعاده مع مخرج هذا اللقاء، مخرج الكبير. وشايفين الامن وشرطه مركز الجماليه طبعا تدخلوا علشان حمايه حكم اللقاء. شايفين تعدي من اللاعبين والمدير الفني، الجهاز الفني لفريق النصر. شفنا تعدي بالالفاظ على حكم اللقاء، وشايف حكم اللقاء طبعا بيكتب كل حاجه في التقرير اللي هيقدم بعد هذا اللقاء للجنه التحكيم باتحاد الكره. شايفين مباراه جميله، مباراه رائعه. شايفين فريق الجماليه في الشوط الثاني الكابتن الخواجه في الشوط الاول نزل بالتشكيل، لكن قدر ان هو يعدل. وشايفين والله حارس المرمى واقع داخل ارض الملعب. شايفين حارس المرمى داخل ارض الملعب. باسم عبد المولى حارس مرمى النصر واقع داخل ارض الملعب. بيغيب النهارده عن الفريق اللاعب
منصور محمد طبعا بعد رحلة احتراف في اليمن، لكن البطاقة الدولية طبعا يعني منصور محمد اللاعب منصور محمد طبعا بيغيب عن الفريق بعد احترافه، بعد رحلة احتراف في اليمن قلت لحضراتكم، ورجع مرة تانية لكن البطاقة الدولية. شايفين والله، شايفين هنا المخرج بيركز على هذا اللاعب منصور محمد الفرود الخطير في فريق الجمالية. طبعا هذا اللاعب راح فريق الترسانة، هذا اللاعب راح الترسانة، والمدير الفني للترسانة والله كان مصر على اللي هو عايز هذا اللاعب، لكن اتمرن تمرينتين ورجع تاني والله يعني حالته المادية او مش فاضي ان هو يروح. لكن شايفين منصور محمد، شايفين كل الجماهير الكبيرة اللي جاء النهارده بتعزر الفريق داخل استاد الجمالية الرياضي. فريق الجمالية النهارده في الشوط الثاني قدم عرض، يعني شفنا كل الناس وكل الجمهور وكل المحللين قال لك مش ده فريق الجمالية في الشوط الاول، لكن فريق الجمالية في الشوط الثاني قدم اداء رائع وعرض رائع، وقدروا ان هم يتعادلوا ويحرزوا هدف التقدم ب3 اهداف. فرحة رائعة وفرحة كبيرة للجمهور للاعبي الفريق والجهاز الفني طبعا. ومعانا النهارده مخرج اللقاء المهندس علي رشوان، يعني احمد 70 جنيه عند شوقي جاب منه امبارح كده وحط له حته عظم. لا الواد كده تمام، ما تشتريش اما كنت هناك الله هيجيب لك عظم لا اهو اللي هو بتاع الرباط الصليبي بتاع الجاموس. لكن لسه بقول لحضراتكم في تعدي من لاعب النصر على حكم اللقاء، تعدي من المدير الفني وفي طرد، حالة طرد ولا ايه؟ اعتقد في كارت احمر للاعب رجع هنا بقى. شفتوا بقى يعني يا جماعه كل حاجه هنا متسجل، يعني هنا بقى المخرج مهندس علي رشوان بيعمل زوم على ماشي امك هتخرج دلوقتي، بيعمل زوم على حكم اللقاء، وشفنا التعدي وكل ده يتكتب في تقرير الفريق. لكن والله عرض رائع من فريق الجمالية في احداث الشوط الثاني. وايضا منورنا الحاج اصيل كبير المشجعين بمدينة الجمالية، كبير المشجعين الكابتن الحاج اصيل، والد الحكم الدولي الكبير الكابتن احمد الاصيل. كل لقاء لفريق الجمالية لازم يجي من قبل اللقاء بساعة ويقعد في المدرجات ويشجع الفريق ويعزر الفريق. لكن هنا في مشاجرات وفي شد وجذب وفي تعدي على حكم اللقاء، من لاعب النصر. لكن شايفين تقدم فريق الجمالية ب3 اهداف، يعني كريم يوسف وكريم نسيم، اللي نزل فرود كله متصور فرود مكان عبد حسين، لكن عبد موته لكن مرة تانية لسه ما زال حكم اللقاء والتعدي من اللاعبين، لاعبي فريق النصر بيتعدوا على حكم اللقاء داخل ارض الملعب، حكم كابتن محمد السعداوي طبعا اللي لحد الان واعتراضات، واعتقد في طرد او حالة طرد كارت احمر للاعب رقم 9 في فريق النصر اللاعب محمد ايمن عبد الرحيم. لكن تدخل الامن، وشايفين هنا اعتراضات واعتقد طلع ده في هنا بقى اللاعب رقم 4 يقف في حراسة المرمى، لاعب حارس المرمى طلع مصاب، حارس المرمى باسم عبد المولى عنده اصابة مش هيقدر يكمل اللقاء وهيقف مكانه
لكن شايفين لسه ما زال الاعتراض والتعدي على حكم اللقاء الكابتن محمد السعدوي. هنا والله شايفين الفريق ولسه حكم اللقاء. تقدم فريق الجمالية ب3 اهداف مقابل هدفين، يعني تقدم فريق النصر بهدف اول في احداث الشوط الاول، ثم تعادل المهدي اللاعب محمد المهدي بهجمه خطيره عن طريق كريم يوسف واللاعب الزهره، لكن في الاخير يسجل منها اللاعب محمد المهدي الهدف الثاني، هدف الاول عفوا. ثم يتقدم فريق النصر بهدفين في الشوط الاول وينتهي الشوط الاول بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف واحد على فريق الجمالية مع اهدار ركله الجزاء لفريق النصر. لكن فريق الجمالية نزل الشوط الثاني استحواذ كامل على اللقاء، استحواذ كامل من فريق الجمالية على ملعب اللقاء، وقدروا ان هم يحرزوا الهدف الثاني ويتعادلوا عن طريق اللاعب المهدي هداف الفريق. ولكن هدف ثالث في الوقت الضائع رفع والله حكم اللقاء باحتساب 6 دقائق وقت بدل ضائع في احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، لكن قدر والله اللاعب اسلام العزازي في الزحمه كده يسجل الهدف الثالث. اسلام العزازي يعني مستبعد، يعني ما بيشاركش مع الفريق بقاله مباريتين، او عند لما جه والله الكابتن الخواجه اسلام العزازي يعني كده ابتعد عن التشكيل الاساسي، ومن ضمن تصريحاته قبل هذا اللقاء قال لك انا لو بشارك هنسجل وهنغلب وهنفوز وهنصعد. لكن هنا بقى كريم نسيم يا سلام، لكن في هنا بقى دفعه ضربه حره. شايفين لاعبي النصر بيلعبوا ب9 لاعبين بعد طرد اللاعب رقم 9، محمد ايمن عبد الرحيم، وبعد خروج حارس المرمى للاصابه بيلعبوا ب9 لاعبين. بعد التعدي على حكم اللقاء اطرد اللاعب محمد عبد الرحيم وخد كارت احمر، وطلع باسم عبد المولى للاصابه حارس المرمى. لكن فريق الجماليه في الشوط الثاني يقدم عرض ولا اجمل ولا اروع من كده، لكن 3 اهداف مقابل هدفين لفريق الجماليه. بكده لو طلع هذا اللقاء بهذه النتيجه يرتفع رصيد الجماليه الى 8 نقاط. هنا بقى كريم نسيم، كريم واقف على كورته عامل محطه، يلعب عند مين؟ عند المهدي، لعبها على طول لكن مره ثانيه من امامه يطلع خارج الملعب رمي التماس. يعني شايفين تدخل الامن والله في الاعتراض على حكم اللقاء لحمايه الحكم محمد السعدوي امن مركز شرطه الجماليه. لكن مره ثانيه هنا بقى كريم، يا سلام يا ابني، كريم يوسف عامل مباراه كبيره النهارده كريم يوسف، لكن كريم نسيم يقع، يلعبها على طول توصل ناحيه الشمال عند اللاعب الرقم 18، لكن مره ثانيه جمال يطلع اي حاجه خارج الملعب، ضربه مرمى، عايزين يحافظوا على التقدم. لكن هنا المهدي اللاعب الزئبقي واللاعب هداف الفريق محمد المهدي اللاعب القصير المكير في فريق الجماليه، ولحد الان هو هداف الفريق ب3 اهداف. مره ثانيه ناحيه الشمال، لكن عرض رائع من فريق الجماليه في هذا الشوط، لكن محمد ابراهيم دفعه كده في ظهر محمد ابراهيم وضربه حره. يعني شفنا فريق الجماليه عامل لاعبين او عامل فريق رائع، وعندهم لاعبين رائعين والله في هذا الموسم. هنا بقى الزواوي بقول لحضراتكم في المباراه الاخيره في مراكز الشباب، يلا يا راجل ده عدت والله، لكن مين متابع؟ كريم نسيم مره ثانيه توصل عند الباز عند رفيق بيلم كورته، رفيق هيجيبها ولا ايه؟ لكن جابها وطلع. حكم اللقاء بيقول رمي التماس لفريق النصر، تتلعب على طول طويله وعاليه في العمق، لكن هنا جمال عبد الدايم يا سلام على الكنترول، يا سلام. لكن هنا بقى دينجرس بلاي لعبه خطر على اللاعب اسلام او احمد سعيد لاعب فريق النصر، ضربه حره. جمال عبد الدايم هيلعب الضربه الحره طويله وعاليه في اتجاه كريم نسيم، يلمس كريم نسيم، تعدى عند المهدي عدى لسه المهدي، يلا يا راجل وقف في مكان خطير، لكن ايه بتعمل يا محمد يا مهدي؟ عملت كل حاجه صعبه لكن ضيعت
ضيعت السهل يا محمد يا مهدي. محمد المهدي والله عدى وعمل كل حاجه في الكوره لكن ضيع في الاخر. لكن رفيق كريم نسيم على صدره لكن الى خارج الملعب. حكم اللقاء بيحتسب تماس، رمي تماس من ناحيه اليمين. كريم نسيم نازل، تغيير الثاني مكان عبد حسين. لكن مره ثانيه هنا بقى المهدي طالع على السلام عند كريم نسيم. كريم نسيم لو لعبها بسرعه مره ثانيه اتاخر كريم نسيم اتلعب على طول عند الباز لكن طلع رفيق مول كده وعدى يلعبها اي حاجه. لكن في وسط الملعب هنا بقى يعلي يسيبها جمال عبد الدائم لهشام الشربيني. والله كده يعني هيضيع ثواني، بيضيع كده ثواني والله وقت مشروع. لكن هنا بقى هشام الشربيني حارس مرمى الجماليه يلعب ايده رجل عاليه في اتجاه اللاعب اسلام العزاز. والله اسلام العزاز لكن الدفاع يطل مره ثانيه كريم. لكن في دفعه كده في ظهر كريم يوسف. لكن حكم اللقاء بيحتسب رمي التماس من ناحيه الشمال لفريق النصر. فريق النصر داخل دور القسم الرابع. لا 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 عمك خالد ويصفر الحكم الدولي كابتن محمد السعداوي بانتهاء الشوط الثاني واللقاء بتقدم فريق الجماليه بثلاث اهداف مقابل هدفين. قدموا والله قدموا عرض رائع في احداث الشوط الثاني. شايفين امن مركز الجماليه، مركز شرطه الجماليه والله لازم علشان حمايه حكم اللقاء في تعدي والله واعتراض. هنا اعتراض من لاعبي فريق النصر هنا بقى على حكم اللقاء. لكن فرحه كبيره وفرحه رائعه للجماهير، فرحه رائعه لجماهير فريق الجماليه مره ثانيه. لكن شفنا تعدي من الجهاز الفني. وشايفين فريق الجماليه، شايفين فريق الجماليه والله فرحه كبيره للفريق. الجماهير والله جاي للجماهير عند المدرجات والوحده 11 المهندس علي رشوان. والله هذا اللقاء طبعا على الهواء مباشره من داخل وحده فدي العائلات. مهندس علي رشوان مخرج هذا اللقاء. في الاخير لا يسعني الا الشكر لحسن الاستماع والمشاهده. كان معكم عبد السمره من داخل واستاد الجماليه الرياضي. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.